لو قلت لك انك هتقدر تفهم اساسيات الموشن جرافيك وبرنامج الافتر افكت في اقل من ساعة ونص، هل هتصدق؟ الفيديو ده مش مجرد شرح عادي، ودي محاضرة كنت بقدمها في شركة في كورس موشن جرافيك وقررت اشاركها معاكم بشكل كامل. في الفيديو ده هتفهم الموشن جرافيك بيتعمل ازاي، وايه هي اساسيات برنامج الافتر افكت، وكمان ازاي تبدأ صح في المجال ده من غير ما تضيع وقت. فسواء كنت مبتدئ او حتى عندك فكرة عن مجال الموشن جرافيك، فاكيد الفيديو ده هيختصر عليك وقت كبير جدا. فتأكد انك تتفرج على الفيديو ده لحد النهاية وانت مركز، لانه مش مجرد معلومات، ده اساس تقدر تبني عليه كل شغلك بعد كده. وطبعا لو حابب تتعلم المجال ده بشكل عملي اكتر، اشترك في القناة، لان الكورس ده مجرد اساس، والفيديوهات اللي جاية هتكون مكملة عليه. الموشن جرافيك بشكل عام هو 2 دي و 3 دي. تحت ال 2 دي في ستايلات وانواع، وتحت ال 3 دي برضو في انواع كتير. احنا شغالين 2 دي موشن جرافيك، انما ال 3 دي ليه برامج تانية وليه اسلوب مختلف تماما خالص يعني. فده مثال على ال 2 دي وال 3 دي. انواع الموشن جرافيك بقى مش من ناحيه ال 2 دي ومن ناحيه 3 دي، من ناحيه ايه الهدف من الفيديو ذات نفسه. انا ممكن اعمل فيديو اكسبلينر فيديو ان انا بشرح فكره معينه، وده اشهر حاجه بتتعمل في ال 2 دي. الانستراكشنال فيديوز، الفيديوهات بتاعت التعليمات. لو تفتكروا كان في فيديوهات موشن جرافيك كانت ظهرت ايام كورونا، اللي هو ايه، اعطس في كمك ازاي، مش عارف ايه، بايه اشكال موشن جرافيك كده، البس الارتداد الكمامه والحاجات دي. الفيديوهات اللي زي دي يفضل انها تعمل موشن جرافيك 2 دي، بتتعمل ده النوع التاني يعني. واليوزر انترفيس اليو اي ديت، اللي هو مثلا لو في مثلا زي تطبيق طلبات، او اي شركه عندها تطبيق موبايل او موقع، فانت بيشرح لك بقى ازاي تدخل على الموقع وتضغط على الزرار ده مش عارف ايه، فدي بتتعمل برضو موشن جرافيك. اللوجوز طبعا، تحريك اللوجوهات اللي بتبقى في بدايه الفيديوهات، والتايتلز ديت زي في القنوات، يعني قنوات التلفزيون برضو بتستخدم موشن جرافيك. الشريط اللي بيبقى ماشي تحت ده، واللوجو اللي بيبقى ثابت فوق ده، ولو تكست تتحرك، ولما يطلع فاصل ويرجع والحاجات دي، كل ده بيتعمل برضو على افتر افكت موشن جرافيك. الانفوجرافيكس ديت تحريك الكلمات او النصوص اللي مكتوبه يعني او كده. والبرزنتيشن طبعا، والجي اي افس. فديت انواع الموشن جرافيك من ناحيه ايه الهدف من استخدام الفيديو. انما من ناحيه المجال نفسه، هو انت هتشتغل يا اما تبقى 2 دي يا اما 3 دي، ومفيش حد بيشتغل في الاثنين غالبا، يعني انت بتبقى 2 دي يا 3 دي. وده مثال ان انت في الاول بتبدا انك بتبدا في البدايه خالص بمجرد اوت لاين، رسم كده، بترسم الرسمه بتاعتك، سواء كاركتر او عنصر او ايا كان الحاجه اللي انت تعمل لها موشن. لو هتشتغل 2 دي هيبقى المنظر زي الشكل اللي في النص ده كده. لو هتشتغل 3 دي هيبقى زي اللي على اليمين ده كده. ده ليه البرامج بتاعته وده ليه البرامج بتاعته، ده مجال وده مجال تاني. البرامج والادوات اللي بتستخدم في الموشن جرافيك، طبعا في برامج تانية غير دي كمان، بس ده اشهرهم يعني الفوتوشوب والالستريتور مع الافتر افكت. كده انت بقيت والفوتوشوب مش اساسي قوي، وهنعرف ليه. كده انت بقيت 2 دي انيميتور. ستريتور وافتر افكت وفوتوشوب، لما يكون معاك الادوات دي مع اساسيات الموشن تقدر تعمل فيديو موشن 2 دي. انما المايا 3 دي وبرنامج بلندر وبرنامج سينما 4 دي ده نرجع بيه، ده بتاع 3 دي ليه ناسه يعني، ده مش تخصصي يعني. في برنامج كمان في ناس يعني ايه بتهدر حقه شويه او ما تعرفش عنه كتير، برنامج الموهو. برنامج الموهو لا مش رسمي، برنامج الموهو تحريك الشخصيات. معظم المسلسلات الكرتون المصريه معموله على برنامج الموهو. الشخصيات يعني تفتكروا القبطان عزوز ومش عارف ايه والحاجات زي دي. الانيميتور اللي كان راسم القبطان عزوز وعامل له التحريك وكده، كنت انا حضرت له كورس مره قبل كده. فهو كان الموهو يعني، هو ده من البرامج اللي انا بستخدمها بشكل اساسي حاليا يعني. بس هو ايه، حته اما انت تبقى كويس في الموشن جرافيك ابدا بقى اتعلم بعد الافتر افكت. لو انت بتفكر تتعلم ايه وانت 2 دي انيميتور، اتعلم الموهو، هيفرق معاك كتير في تحريك الشخصيات والحاجات دي. طيب حته سريعه كده، احنا قلنا ان احنا 2 دي موشن، فاحنا معانا فوتوشوب والستريتور ومعانا افتر افكت. ما ينفعش يعني ما ينفعش الافتر لوحده وما ينفعش ده لوحده، لان احنا قلنا موشن جرافيك، فانت بترسم المشهد بتاعك الاول وبعدين تبدا تحركه بقى على الافتر. طب ليه انا بفضل ان احنا نستخدم الاستريتور ما نستخدمش الفوتوشوب؟ اولا لان الفوتوشوب بيشتغل بنظام الراستر او البكسل، فده ما بيبقاش لطيف قوي في الموشن، لان ساعات بحب مثلا اعمل كاميرا وازوم على حاجه معينه وابعد بالزوم تاني، فانا مش عايزها بكسل مني. عايزها لو انا راسم حاجه صغننه كده في المشهد اقرب عليها وتكبر تملى الكادر وتفضل بجودتها الكامله ما تبوظ. ده ما تعرفش تعمله الا في الفيكتور، اللي هو لو حاجه مرسومه على الاستريتور.
الفوتوشوب بيبقى معظم استخداماته هو اتعمل عشان يبقى تعديل على الصور، تحط فيه موك اب، انت تعديل على الصور بشكل عام يعني. انما الالستريتور اتعمل للرسم وتصميم اللوجوهات والفيكتور جرافيكس. الفيكتور جرافيكس دي مخصوص عشان الموشن جرافيك. الحته مهمه كمان في الفوتوشوب، بيبقى في ارت وورك انت شغال فيها، مساحه العمل او الصوره انت شغال فيها ما ينفعش ترسم براها. يعني لو انت جبت مثلا رسمت دايره في الفوتوشوب بره الاطار الارت وورك اللي انت شغال فيه، بتبقى مختفيه مش باينه. انما في الالستريتور عادي تمام، وتقدر تعمل اكتر من ارت وورك جنب بعض. فدي بالنسبه للموشن جرافيك مهمه ليه بقى؟ لان انا في الموشن جرافيك انا بعمل فيديو مش بعمل صوره. فالفيديو ده ممكن يكون 8 مشاهد او 10 مشاهد، انا عايز يبقى قدام عيني ال8 مشاهد كده بعدل عليهم كلهم مره واحده. في الفوتوشوب ده مش ممكن، في الالستريتور ممكن. وبرده فكره نظام اللاير في الفوتوشوب، كل رسمه او كل حاجه جديده هتعملها هتتعمل في لاير جديد. انما الالستريتور فيه فكره ان انت ممكن ترسم لايرات كتير جدا، 100 طبقه ولا 200 طبقه، ويبقوا عباره عن لاير واحده في الاخر. الحته بتاعت الفيكتور والراستر دي تعتبر اهم ميزه بتميز الالستريتور عن الفوتوشوب. الفيكتور بيبقى بالشكل اللي على الشمال ده مجرد باث، ومساحه جوه الباث دي بيشغلها بلون معين، مهما تقرب وتبعد الخط ده مش بيبكسل لان هو مفيش بكسلات اصلا، هو عباره عن مساحات لونيه بتتحسب بمعادله رياضيه معينه كده، فبيطلع لك الصوره دايما مظبوط. انما اللي على اليمين دي البكسلات بتاعت الفوتوشوب. طب هل الفوتوشوب ما بيستخدمش في الموشن جرافيك؟ لا بيستخدم، بس هي الافضل يبقى ايه؟ الاستريتور، عشان تريح دماغك. انا ايه، لو انت عملت حتى المساحه بتاعت الكادر مش كبيره، تقدر تخش في الافتر وتعمل سترايز، فهي ايه مهما تكبر هو هيبقى شغال معاك يعني. احنا دلوقتي كل اللي بنتكلم فيه اتكلمنا عن البرامج، اتكلمنا عن ليه الاستريتور والافتر والكلام ده، وكنا بنسخن كده. انت دلوقتي مثلا علشان تعمل فيديو موشن جرافيك كامل، ايه المراحل اللي المفروض تبدا تعملها؟ هو من على الشمال لليمين زي ما هو من هنا كده، البدايه انك بتكتب السكريبت والسين دايركشن. يعني انت دلوقتي هتعمل فيديو، قبل ما تعمل اي حاجه في الدنيا، قبل ما تعملها اول حاجه بتبقى ايه؟ الفكره. انا قبل ما امسك افتح كمبيوتر، قبل ما امسك قلم ورقه كده ويبقى في دماغي بس انا عايز اعمل ايه؟ انا بس عايز اسوق لمنتج، عايز تطبيق اشرح ازاي بيستخدم. طب انا لو هسوق لمنتج، ايه الفكره اللي اشتغل عليها؟ ايه المشاهد؟ ايه العناصر اللي هحتاجها؟ في كام كاركتر في الفيديو؟ الكلام ده. فانت لازم في الاول تكتب سكريبت، سواء وصف بصري للي انت هتشوفه في الفيديو او الكلام اللي هيتقال، ده كله بيتكتب في السكريبت. بعد كده ترسم حاجه اسمها الستوري بورد. الستوري بورد ده ان انت برضه ما زلت لسه ما دخلتش، ما فتحش الكمبيوتر ولا عملت موشن جرافيك، انت مجرد قلم ورقه برضه، وبتعمل كادرات كده بتتخيل فيها هيبقى فيه ايه، رسم كروكي كده، ان مثلا هيبقى في واحد واقف على اليمين هنا وواقف تحت شجره مثلا، ومش عارف ايه اللي هيدخل بعد كده حد هيجي يسلم عليه، بعد كده مش عارف ايه السيناريو بقى اللي انت كتبته هنا، بتبدا تحاول تتخيله يعني ايه، تعمل له فيجواليزيشن على قد ما تقدر في الستوري بورد. بعد كده تخش على الارت وورك اللي احنا قلنا على برنامج الالستريتور، اللي مرسوم كروكي اي كلام ده، هتبدا انك تحوله لايه، رسم بقى ديجيتال فعلا على الالستريتور، ترسم على البرنامج او تجمع المشاهد بتاعتك يعني. بعد كده تسجل الفويس اوفر، يعني لو في فويس اوفر، لان الفيديوهات بقى بقاش فيها فويس اوفر، بقى مجرد ساوند افكت بس. بعد كده تعمل انيميشن على افتر افكت. بعد كده بتركب الساوند ديزاين، هي الخطوه دي مالهاش لازمه يعني. الساوند ديزاين بقى ان انت ايه، بتظبط الساوند ديزاين ده، بس بيفضل ده في الاخر بيبقى على البريمير. يعني انت بتخلص الفيديو، خلاص فيديو الموشن، بتاخده ترندره وتوديه للبريمير، تبدا تظبط له بقى الساوند افكت، حاجه بتتحرك يبقى معاه الاصوات بتاع الساوند بقى اللي هو تخبيط بقى والبتاع ده، فيبقى كده الفيديو خلص. فالخطوات ديت لازم تمشي بالترتيب ده. يعني مثلا لو انت رحت تسجل الفويس اوفر قبل ما تعمل الارت وورك، او نقول ان انت فتحت الافتر افكت قبل ما تكون رسمت الستوري بورد، او مش هتلاقي ان في مشكله عندك، خصوصا لو الفيديو فيه تفاصيل وفيه مشاهد وفيه كده. والشركات المحترمه او اي حد بيشتغل موشن جرافيك بمستوى كويس بيمشي بالخطوات دي وبيعمل كله. لازم يكتب السكريبت ويبقى معاه جدول كده فيه السكريبت والمشاهد والجدول الزمني اللي الفيديو هيبقى ماشي ازاي. الفيديو مثلا ده 30 ثانيه ولا 60 ثانيه، لو فيديو 30 ثانيه من الثانيه 0 للثانيه 10 تقريبا، او اللي هو المشهد الاولاني، ايه اللي هيظهر في الشاشه، وهيبقى ايه الكلام اللي بيتقال، اللي هو بنقول عليه الوصف البصري والتعليق الصوتي اللي هيتقال يعني، او الفويس اوفر. فكل ده بتظبطه الاول. ممكن انت كانيميتور او انت كواحد موشن جرافيك انت اللي تعمله لو انت اللي بتعمل الفيديو كله على بعضه لوحدك. انما احيانا في شركات، بس دي شركات اللي هي مستوى احترافي شويه في الشغل، بيبقى في واحد متخصص للجزئيه الاولانيه دي، خاص بالسكريبت والفكره والستوري بورد والارت وورك، وبيسلمك انت بقى كانيميتور على الافتر افكت تتحرك.
واحيانا كمان الشغلانه دي بتتقسم على اكتر من واحد، يبقى تيم شغال. واحد هو كاتب محتوى في الاساس، او كاتب سكريبتات وسيناريوهات لفيديوهات، فبيكتب السكريبت والكلام ده. يجي واحد يعمل الستوري بورد، ويجي واحد تاني يعمل الارت وورك على الاستريتور، متخصص رسم مشاهد ورسام، والفويس اوفر واحد تالت، او يتعمل بالذكاء الاصطناعي وهنشوف بيتعمل ازاي، والانيميشن يبقى ايه واحد بس هو في الغالب الشغل العادي الدارج يعني انت بتعمل كله. وكده كده الذكاء الاصطناعي هيساعدك في السكريبت، وهيساعدك في الفويس اوفر. ده مثال على الستوري بورد. انت بعد ما تكتب السكريبت لازما يعني على الاقل، مش لازما بنفس الجوده والاحترافيه دي، انا بقول كروك اي حاجه، بس دي حاجه احترافيه، مش انا اللي ارسمها كمان، انا ما بعرفش ارسم بالشكل ده. هم هنا مثلا ايه، قال لك ان المشهد الاولاني راكبين مش عارف العربيه، بعد كده الكاميرا هتتحول تجيب الكاسيت كانه بيعمل حاجه، بعد كده يجيب هنا على اليمين اللي هو باصص في المرايه كده، بعد كده مش عارف دي هتتكلم او هتقول حاجه، بعد كده رياكشن، بعد كده يجيب المنظر الشارع اللي ماشيين فيه والعربيه من بره، بعد كده هي نزلت تقريبا او حاجه زي كده، وده المشهد اللي بعده، وكده العربيه خلاص ايه ماشيه. فانت فاهم يعني، انت مجرد ما تبص الصور دي انت فهمت السيناريو بتاع الفيديو ماشي ازاي، لان الموشن جرافيك فيه تفاصيل كتير، فانت لازم ايه تنظم وترتب اول باول من بدايه ما تبدا في الفيديو لحد ما تخلص، هتلاقي الدنيا تمام. ما رتبتش هتلاقي في حاجه فيها مشكله معاك. في حته برضو كده ايه، بس ديت يعني إيه المفروض الواحد يتعلمها مع نفسه، انا بتكلم عليها كعناوين، انما تتعلمها مع نفسك تحاول تطورها، لان بتفرق معاك في تخيل السيناريو. طب اجيب لما اجي احط مثلا، انا في عندي كاركتر، انا عرفت خلاص ان هيبقى البيئه مثلا اوضه وفي حد قاعد في الاوضه دي، اخراج الفكره الاخراجي بقى، هل اخليه قاعد على السرير ولا اخليه قاعد هنا؟ طب لما اجي اصوره اجيبه من النص كده، ولا اجيبه واقف كله، ولا اقرب على وشه واجيب وشه بس في الكادر؟ الحاجات دي بقى دي حاجات اخراجيه. يعني مثلا انا عايز مشهد بيعمل دعايه لكذا، او فيديو موشن جرافيك لحاجه معينه، لازم الاول تعرف الفيديو ده هيبقى يعني المفروض يكون فين، فانت تحاكيه بالموشن جرافيك. المفروض يكون مثلا في شارع، في نادي، في اوضه، وتحدد تفاصيل المكان ده. تاني حاجه تكوين المشهد ده، ازاي تكون المشهد بقى، انا هحط على اليمين هنا ايه، في النص ايه، حجم الشخصيه قد ايه، والكلام ده. وطبعا الاضاءه هل بالليل بالنهار اضاءه عاليه حته معينه اعلى من حته او كده. وبتحدد برضو الحركه العناصر والكاميرا. يعني مثلا ايه، في احيانا شخصيات بتبقى بتشوفها في الموشن جرافيك، الشخصيتين تقريبا مرسومين شبه بعض، بس انت بتشوف ده بتبقى عارف ان ده شخص وده شخص تاني مجرد ما تتفرج على الفيديو. ليه؟ عشان ده مثلا بيتحرك بطيء، وده مثلا بيتحرك سريع وبيجري وبتاع. فهنا هو من خلال بس الحركه وصل لك فكره من هو عايز يوصلها، دي الرساله اللي عايز يوصلها من الفيديو، مثلا قدر يعملها من خلال مثلا حركه للعناصر او الكاميرا او كده. وطبعا الصوت، اي حاجه متعلقه بالصوت تقدر تطور نفسك فيها، طور نفسك انك تظبط الصوت، وخصوصا الساوند افكت والاصوات اللي تستخدم وكده. هي دي بس مثال على حته الكاميرا. الموشن جرافيك ما فيهوش تصوير، ما فيهوش كاميرا، بس اللي انت ما تعرفوش ان انت لو مش فاهم الناس اللي بتصور بتفكر ازاي، مش هتعرف تطلع مشهد شكله حلو، لان انت في النهايه بتطلع موشن جرافيك. الموشن جرافيك هو محاكاه للفيديوهات الحقيقيه اللي بتتصور، بس عشان ما فيش قدره ماليه او انفاقيه انك كل المشاهد دي تقدر تصورها، فبنعملها رسوم متحركه وارخص واوفر واحسن، تعرف تطلع اللي انت عايزه. فانت برضو لازم يبقى عندك فكره لو الفيديو ده هيتصور، واخد بالك ان انت لو هيتصور احط الكاميرا فين وتشوف بقى الثلاث حاجات دي، الشوت سايز والانجل والموشن. الشوت سايز يعني حجم المشهد بتاعك قد ايه، والامثله اللي هنا دي احجام المشاهد. الاستابليشنج شوت، شوف لما تبقى مثلا بتتفرج على مسلسل او فيلم سواء كرتون او حقيقي، كده كده الاثنين بيبقى فيه مخرج. هنا افلام موشن جرافيك فيها مخرج، هو نفس المخرج بيبقى في الافلام العاديه او المسلسلات. بيبدا يقول مثلا ايه، احنا دلوقتي لسه في بدايه مثلا جوه مكان، يعني انا بصور مثلا ناس جوه مكان كده، وعايز انقل يعني اعرف المشاهد ان انا رحت مدينه تانية في دوله تانية. المتوقع ان انت هتلاقي اللقطه اللي بعد دي ايه، ممكن يجيب لك صوره الكره الارضيه من بره، وبعدين يقوم مقرب على الدوله، يقوم مقرب على المكان بتاع. انت كده عرفت ان هو انت دلوقتي انت، مع ان خلي بالك ممكن يكون المشهد التاني ده متصور في نفس المبنى في الاوضه اللي جنبه، بس هو انت خلاص اقتنعت ان ده كده في ايه، في دوله تانية. ليه؟ دي اسمها وجهه نظر اخراجيه. فالاستابليشنج شوت ده مثال على الحته دي، ان انا عايز انقل يعني ايه تركيز المشاهد، ان احنا دلوقتي انتقلنا من المكان ده رحنا مكان تاني خالص. بعمل مشهد اسمه استابليشنج شوت، وده ما بيبقاش فيه انيميشن، بس مجرد لقطه في النص كده انا عرفتك ان احنا نقلنا من هنا ورحنا هنا. فلو اللقطه دي ما اتعملتش في النص
هيبقى انت في دماغك انت بتعمل فيديو معين ولا بتفرج وصل له حاجه تانية خالص. اللي انا بقوله ده اسمه الشوت سايز، ده جزء من الكاميرا، والكاميرا ده جزء من الاخراج. الكاميرا انك تعرف فيها الشوت سايز وتعرف الانجل وتعرف الموشن. الانجل والموشن مش هنخش فيهم بالتفصيل، بس الانجل دي زاويه الكاميرا، لا زوايا ممكن تبحثوا عنها يعني، بس هي ايه، مثلا لو انت عايز تبين ان في طفل صغير وتخلي اللي بيتفرج على الفيديو يتعاطف مع الطفل ده في الفيديو، فانت هتجيب تصوره من فوق، هيبقى الطفل مثلا راسه لحد هنا كده، وانت هتجيب الكاميرا تبقى عاليه وجايبها من فوق، هو بص عامل كده، انت تلقائي لو صورت اي طفل من فوق كده هتتعاطف معاه. طب لو انت عايز تجيب حد تبين انه شرير او حد لا انك تبقى عدواني معاه، لا هتخلي الكاميرا تحت، هيبقى هو مثلا واقف والكاميرا جايباه من تحت من هنا كده، فدي هتبقى منظر اصلا مخيف، حتى لو هو شكله حلو بس هتحس ان في شر كده في الموضوع. فالانجل او زاويه الكاميرا بتتكلم او بتحكي، بتوصل حاجات انت ممكن ما تعرفش توصلها بالكلام كمان. فالشوت سايز والانجل والموشن بقى، حركه الكاميرا هل هي بتعمل زوم ان ولا بتعمل زوم اوت ولا بتتحرك افقي ولا راسي ولا حركه حره ولا، بس انا اهم حاجه تهمني في الثلاثه دول في الكاميرا، لان ديت انت بتحددها وانت بترسم المشهد بتاعك على الاستريتور، هي الشوت سايز، ان انت هل انت بتعمل استابليشنج شوت ولا بتعمل فول شوت للشخص كامل، والميديوم انت جايبه من النص كده، والكلوز والاكستريم كلوز، جايب الاكستريم كلوز مثلا اللي تحت ده انا بجيبه مثلا لما اكون عايز ابين تفصيله صغننه في حاجه، يعني مثلا انا بعمل كاركتر والكاركتر ده مثلا تعبيرات وشه هتتغير دلوقتي بناء على حاجه حصلت، فانا عايز اجيب لقطه في النص ابين ان هو زعل او فرح او حاجه في المشاعر يعني، او مقرب للكاميرا تبقى وشه مال الكادر زي الحته اللي تحت هنا دي، واخليه مثلا ايه بالانيميشن تعبيرات وشه تتغير، فكده انا ايه دخلتك برضو في الاحساس بتاع الفيديو او كده. هي ديت ايه اللي هي اب شوت وداون شوت اللي كنا بنقول عليها، والاوفر ذا شولدر دي مشهوره جدا، كله عارفها، موجوده في الافلام كلها، انك تلاقي الكاميرا جايه من كتف الواحد ومعمول عليه بلور واللي قدامه بيتكلم، فانت كده بتبقى متخيل ان انت معاهم في الحوار، ده بيكلم الشخص اللي هنا ده. والبي او في الاخير ده مشهور، تشوف انتوا يوتيوبرز كتير بيجيب بتاع كده يعلقها في رقبته ويحط فيها الموبايل وبيتصور اللي هو شايفه، ويفضل ايه يعمل فيديوهات اللي هي الفلوجز والحاجات ديت، ان هو ايه بيبقى بيصور اللي هو نفسه شايفه، لان الكاميرا تعتبر قريبه من وشه كده، فهي دي فيديوهات البي او في، فدي يعني شوت سايز من السايزات بتاعت الكاميرا. طالما احنا هنشتغل فيديو بقى نعرف مقاسات الفيديو. مقاسات الفيديو بتبقى ده الستاندر المعروف يعني، طبعا الريلز بره القصه دي خالص مالناش علاقه بيها. اصغر حاجه اللي هي 480 640 بكسل في 480، العرض 640 في 480، بس هو اشهر حاجه بنشتغل بيها الفول اتش دي 1920 في 1080. في ناس برضو بتشتغل اتش دي 720 في 480، واحنا هنشتغل على الفول اتش دي اللي هو 1920 في 1080 بكسل. وفي حاجات المفروض ان انت تحاول تطور من نفسك فيها، طالما لو هتتخذ الموشن جرافيك كشغل اساسي يعني. اولا انك تتعلم اساسيات تصميم الجرافيك، يكون عندك اهتمام بالتفاصيل، فاهم اساسيات التحريك، هم حاجات بسيطه يعني مش كتير، نظريه الالوان، التفكير الابداعي، اساسيات الرسم، المهارات التقنيه اللي هي البرامج، واداره وقت ومهام المشروع. مهاره اداره الوقت واداره المشاريع مهمه في الموشن جرافيك. ممارسه فن سرد القصص ديت عشان السكريبت. مهارات التواصل، مهارات الشخصيه دي عشان لما انت تيجي تشتغل ان شاء الله تتفق مع حد على شغل، تبدا تعرض نفسك على حد انك تعمل له فيديو وتعمل شغل او كده. تعلم ادوات الذكاء الاصطناعي، ده اساسي، لان الذكاء الاصطناعي خد حته كبيره من الجرافيك ديزاين، انما لسه ما عرفش ياخد زيها من الموشن جرافيك، لان الموشن جرافيك اكمنه بيعتمد على مراحل كتير، في سكريبت، في ستوري، في حاجات كتير كده لحد ما الفيديو طلع. فالمراحل ديت انت احيانا بتكون عاوز تعدل حاجه في النص، عايز ترجع تاني للرسمه، المشهد الفلاني في الاستريتور تعدل فيه لون التيشيرت مثلا بتاع التعديلات دي بقى بتخلي الذكاء الاصطناعي صعب ان هو في الفتره، على الاقل في الفتره الحاليه، ان هو ياخد مكان الايه. وطبعا لازم تكون متعود على ساعات العمل الطويله، لان يعني مثلا ممكن اسال سؤال كده، لو تقولوا فيديو موشن جرافيك دقيقه، مدته دقيقه، هيطلع في الاخر فيديو دقيقه موشن جرافيك، ياخد شغل كام يوم؟ يعني بشتغل كل يوم 8 ساعات اللي هو وقت العمل الرسمي مثلا، كل يوم 8 ساعات شغال على الفيديو ده، بس اخد كام يوم على ما اخلص فيديو دقيقه؟ انت في الاول ما بتاخدش وقت كتير قوي في الفيديو، لان احنا بنعمل حاجات بسيطه. يعني مثلا ممكن تعمل فيديو ما فيهوش اصلا شخصيات، ما فيهوش تحريك شخصيات، تحريك شخصيات ده معقد، وتقعد تعمل ايه ورجل الدراع
ويشاور ويرجل العينين عشان يرمش فلو مفيش شخصيات او فيديو بسيط ممكن ياخد عادي يوم يومين، اقل من يوم عادي. بس هو في الطبيعي الفيديو ممكن ياخد له اسبوع. انا مثلا بعمل فيديو في اسبوع ولا حاجه. يعني مثلا لو هعمل فيديو 30 ثانيه فنصه، فممكن باخد مثلا 3 ايام، بس بتسرح مني برضو اعمله في 4 ايام وبقى شغال 8 ساعات 8 ساعات. انما في شغل بقى اعلى من كده، لو مسلسل بقى موشن جرافيك، الحاجات اللي بتيجي على التلفزيون او الحاجات اللي هي لا فيها شغل عالي قوي، لا دي بتاخد ممكن فيديو مثلا ياخد له شهر، ويبقى مش واحد شغال عليه، فريق 3 4 شغالين عليه، وفيديو يقعد شهر على ما يطلع ولا حاجه. وفي فيديوهات بتاخد اطول من كده، فيديوهات بتاخد كذا شهر، بس دي بتاع المسلسلات فيها تفاصيل جامده وفيها رسم كتير وخلفيات وبينقل كل شويه من كادر لكادر، فانت عايز ناس تقعد ترسم بالهبل وناس تقعد تتحرك وكده يعني. انا كل كلامي دلوقتي على اساس ان انت هتتعلم موشن جرافيك وتشتغل موشن جرافيك بس مش بالضروره انك تعمل اللي انا بقوله كله. انت هتتعلم الحاجات ديت ممكن اصلا تستخدمها في المونتاج. ففي ناس تقول له اتعلم تصميم جرافيك ولا اتعلم مونتاج ولا كده، يقول لك يا عم ده بالهبل، كتير اللي بيعملوا كده. بس للاسف انت لو جيت على ارض الواقع قليل جدا اللي بيعرف يعمل مونتاج كويس قوي، مونتاج بقى مش موشن جرافيك، مونتاج وفي نفس الوقت بيعرف موشن جرافيك، فبيدمج الاثنين مع بعض. من اهم الميزات اللي فيه ان هو بيمنتج الفيديو عادي، بيقطعه على البريمير وكل حاجه، بس بياخده على الافتر والجرافيكس بقى والنصوص تتحرك ومش عارف ايه وبتاع. فده اللي مطلوب دلوقتي جامد، اللي بيعرف مونتاج وموشن مع بعض ده بيبقى. ومش كتير على فكره، اللي كويس فيه مش كتير، عشان الناس بتقول ان هو سوق العمل متشبع ولا كده. لا، في شغل كتير، الناس بتطلب شغل، بس المشكله الاساسيه انك تلاقي ناس كتير بتقدم، بس ممكن 3% ولا 2% منهم بس اللي ينفع ان هو يشتغل في حاجه زي دي. ايه اللي المفروض اكون فاهمه عشان ابدا اشتغل؟ لان انا ممكن اعمل موشن جرافيك من غير الافتر افكت، هو ده مش هيبقى بنفس المستوى بتاعه، ممكن اعمل برنامج تاني بس لو انا فاهم يعني ايه تحريك. فالتحريك هو ببساطه خالص هو تغيير خاصيه خلال زمن. يعني انا عندي خاصيه معينه بتبدا تتغير على مدار الزمن. مثال على كده، انا مثلا عندي دايره زي كده، الدايره ديت موجوده جوه مشهد رسمه مثلا، بعد شويه هتبدا نفس المشهد انا بتفرج عليه الاقي دايره بقت هنا كده. ايه دايره؟ انا كده عملت ايه؟ نقلتها بس. بعدها شويه برضه نفس الكادر، نفس كل حاجه بقت كده. بعد كده ايه؟ الكادر اللي بعده مثلا هيبقى فاضي خالص مفيهوش حاجه. فيبقى كده انا لو عرضت 3 صور ولا 4 او ايا كان عدد الصور يعني ورا بعض بسرعه معينه، هيحصل ايه؟ هي مش هتتحرك، هو انا مجرد غيرت خاصيه المكان بس. هي موجوده في مكان معين في الشاشه اسمه مثلا، هنعتبر خاصيه اسمها مكان، موجوده في النص، بعد كده موجوده على اليمين، بعد كده تحت بس باينه، بعد كده بقت بره. دي فكره، ده مثلا خاصيه اسمها المكان. الخاصيه ديت اسمها في البرنامج بوزيشن. طب لو نفس الكلام، هي نفس الكوره برضه، بدات ان انا مثلا ايه تيجي في المشهد اللي بعده تلاقيها ايه صغرت كده، المشهد اللي بعده صغرت خالص. نفس الكلام، ايه خاصيه اسمها سكيل، برضه ايه بغير خلال زمن، خاصيه خلال زمن. لو انت ركزت على دي هتلاقي كل اللي جاي كده غير الاساسيات بتاع السكيل بوزيشن كده. إيه مثلا هي نفس برضه الكوره او الدايره ديت كده، مثلا ده كده، وانا عندي مثلا دايره هنا اهي، وهبدا ان انا في مخيلتي عايزه تتحرك على مسار كده وتنزل مثلا جوه سله هنا، دي سله اهي عايز ادخل فيها من فوق تنزل هنا. فانا هبدا ارسم، او مش هرسم بقى يعني، انا بتخيل بس الحركه الاول ان هي هتبدا تطلع تتحرك من هنا تروح هنا، بعد كده تيجي هنا، بعد كده مثلا تيجي هنا كده، بعد كده تيجي كده، بعد كده تقوم نازل هنا كده. فدي لو اتعرض ورا بعض صوره ورا صوره ورا صوره ورا صوره ورا صوره تحس ان هي ايه؟ بتتحرك. فكده انا ايه؟ فهمت فكره التحريك ذات نفسه، ان انا لازم يكون عندي خاصيه، انا عارف الخاصيه دي وابدا ان انا احركها خلال الزمن، سواء بقى بطيئه او سريعه، احركها في زمن كبير تبقى بطيئه، في زمن قليل تبقى سريعه. في حاجه كمان، ان انا مثلا لو عندي نفس الدايره دي وبعد شويه بقت مربع، فكده انا ايه؟ فهمت فكره التحريك ذات نفسه، ان انا لازم يكون عندي خاصيه، انا عارف الخاصيه دي وابدا ان انا احركها خلال الزمن، سواء بقى بطيئه او سريعه، احركها في زمن كبير تبقى بطيئه، في زمن قليل تبقى سريعه. في حاجه كمان، ان انا مثلا لو عندي نفس الدايره دي
هي نفسها اتحولت لمربع، بس واحده واحده. مثلا في النص هنا الدايره دي بدات تبقى كده، حاجه كده ما بين الدايره والمربع، وبعدين بقت مربع كده. انا غيرت خاصيه ايه؟ الخاصيه اللي اشتغلت عليها اللي هي في البرنامج اسمها باث، غيرت في الباث. طب ليه مهم نعرف الباث او الخاصيه اسمها باث؟ لان انا الدايره دي اصلا هنعتبر انها اسمها في سواء في الافتر او في الاستريتور. هي في النهايه انت عشان ترسم دايره البرنامج بيقراها عنها ايه؟ بيقراها ان هي خط كده. هو قال الخط ده الستروك بتاعه والحدود بتاعتها من بره. فانت بتبدا تتحكم في الخاصيه اسمها باث او المسار. تقول له مثلا عايز النقطه دي تنزل تحت هنا، والنقطه دي مثلا تيجي هنا، النقطه دي تيجي هنا، ودي تيجي هنا، ودي تيجي هنا، وكده لحد ما يشكل لك الايه؟ المربع. هتقدر تغير من شكل لشكل الايه؟ الباث. دي بقى شغل جامد قوي في الموشن. يعني اتفقنا ان احنا عندنا اي فيديو او اي تحريك هعمله هو عباره عن وهم الحركه بان انا بغير في خاصيه خلال الزمن. بيبقى في عندي صور كتير في الثانيه الواحده. الصور كتير في الثانيه الواحده دي كل صوره بسميها فريم. فانا لو الفيديو فيه 30 صوره في الثانيه فهو 30 فريم. وفي مصطلح بيطلع من الفريم ده اسمه الاف بي اس. الاف فريم والبي بير والاس سكند، فريم بير سكند. والفريم بير سكند اللي احنا بنشتغل عليه في مصر بيشتغلوا على 24 فريم بير سكند او 25. في استوديوهات بتشتغل كده وفي استوديوهات بتشتغل كده. وفي فيديوهات بس دي في الغالب ما بتبقاش هنا، يعني ما بتستخدمهاش قوي، بتبقى بره بتبقى 30 فريم بير سكند. يعني 24 صوره في الثانيه الواحده. ده مفهوم الفريم بير سكند. دي من الاعدادات بتاعت اي فيديو هتعمله. احنا اتكلمنا عن السايز، اللي انت المساحه بتاعت الفيديو كام بيكسل في كام بيكسل. اتفقنا ان احنا هنشتغل 1920 بيكسل بعرض في 1080 ده الارتفاع. يبقى ده اسمه ايه؟ السايز. السايز للفيديو. انما في حاجه ثانيه اسمها الفريم بير سكند، يعني السايز ده هيتعرض منه كام صوره في الثانيه الواحده. ده تمام؟ فانت اول ما بتفتح بتعمل نيو بروجكت بتلاقي فتح لك الواجهه على طول. يعني انا لسه بادئ اهو. اول نصيحه كنترول شيفت اس. اولا انت خلي شغلك مرتب عشان ما تتعبش. اعمل فولدر لفيديوهات الموشن لوحده. ايه فيديوهات الموشن حتى بالعربي كده، وجوه فولدر فيديوهات الموشن اعمل فولدر للفيديو اللي انا هشتغل عليه دلوقتي. يعني الموضوع تحسه بديهي بس يعني ايه يودي في داهيه لو ما اتعملش من الاول. لان لما بتغير تسميه الملفات وتعمل ملف جديد وانت شغال الافتر بيفقد الملفات اصلا اللي كانت موجوده، فترجع تعمل من الاول تاني. هنقول مثلا فيديو واحد او ايا كان بقى اسم او مشروع واحد زي ما تسميه. جوه فيديو واحد ده هنعمل بتاع 3 4 كده ملفات. الملف الاولاني يبقى ملف الافتر افكت، ادي افتر افكت. وهنعمل كمان واحد للالستريتور عشان احنا هنرسم على الالستريتور. ملفات الالستريتور تبقى لوحدها في مكان وما ينفعش تتغير مكانها. طالما دخلت في الافتر وبدات ما ينفعش تغير مكان الحاجه اللي كانت مكان الفايل هنا في الفايلات يعني على الجهاز. لو شلت حاجه من مكانها هتلاقي الفايل في الافتر ضرب منه. افتر والستريتور وكمان واحد اسمه ماتيريال. لان انت لما تيجي تحمل من فريبك او من على النت مشاهد بتبقى مش جاهزه ومش هي دي اللي انت هتشتغل عليها، فبتحطها في فولدر لوحدها والستريتور لوحده عشان ايه لو مشاهد كتير تبقى الدنيا برده ماشيه مظبوط. فده نسميه مثلا ماتيريال او ايا كان. وهنعمل واحد كمان للبريمير عادي، ما يعني برضه تبعنا ما نزعلوش. ادي بريمير. وهنعمل واحد صغنن كده برضه للايه للساوند افكت او للساوند بشكل عام. حد عايز نعمل له فولدر معانا ولا حاجه؟ دول ايه؟ دول يعتبروا الاساسيين يعني الافتر والستريتور والماتيريال اللي انت هتجيبها والبريمير والساوند بتاعك اللي انت هتستخدمه. هبدا اخش جوه الافتر ده بقى واسمي الفايل بتاعي واحفظه هنا. مثلا نسميه ايه وليكن فيديو واحد او كده. هو المفروض الصح قبل ما افتح الافتر احنا متفقين في مراحل اتفقنا عليها في البتاع. انا ما بروحش اعمل الافتر اصلا لما اكون معايا سكريبت، معايا ستوري بورد ومعايا مجهز الدنيا وفاصلها ومجهزها على الايه على الاستريتور. الاول هروح افتح الاستريتور بالفعل واعمل اي حاجه عشان ايه يبقى في مشهد حتى نشتغل عليه يعني. لان ادخال ملف الاستريتور جوه الافتر ليها طريقه برضه عشان ما يزهقكش في التحريك. احنا ممكن ناخد بس نعمل كنترول ان. انا طبعا المقاس اللي احنا شغالين عليه هو ايه من فيلم اند فيديو هنا ديت. بجيب ال 1920 اهي الاتش تي دي في ده 1920 في 1080 بكسل وابدا اسميه معايا مثلا ايه ادي فيديو. انا هعمل ارت بورد واحده
مطولش. في اختصار في الكيبورد كنترول شيفت دي عشان اعمل دي كده، وبعدين شيفت او واضغط في حته فاضيه واعمل ديليت عشان اشيل البتاع دي. بعد كده كنترول شيفت اس واحفظه بقى فين. هخش بقى ادور على بص ما هو فين فيديو واحد، فين الستريتور اهوت. فكده ده كده متسكن مكانه عشان ما يزعلناش. بس احنا لا بقى دوب ديف هي ادوب الستريتور ماشي سيف. ودايما لما تيجي سيف برنامج اي فايل الستريتور خليه ليجاسي اللي هو هنا ده. ليه ليجاسي؟ لان لو انت شغال على برنامج الستريتور مثلا وشغال مع حد تاني هتبعت له الفايل، انت شغال على الستريتور 2025، واحد تاني راجل غلبان زي كده شغال على الستريتور 2020، لو مش عامله ليجاسي مش هيفتح عنده. انما لو ليجاسي عادي يشتغل مع كله يعني. فدي عشان خاطر الملف ما يحصلوش مشاكل لو شغلته على نسخه برنامج تانية من نفس النوع البرنامج او كده. ادي كده معانا الارت بورد اهي. خدتهم حطيتهم كنترول اف مش كنترول في عشان ينزلوا في نفس المكان. هنعتبر ان ده ايه زي مشهد مثلا فيه ايقونات والايقونات ده بتتحرك ولا حاجه يعني شيل دي كمان خليها هي خلفيه لون وخلاص. انا دلوقتي ايه كل واحد لوحده اهو. بس لو فتحت قائمه اللايرز هم كلهم موجودين جوه ايه لاير واحد. لو رحت دخلت ده على الافتر بالوضع ده هيبقى هو اللاير كل ده في بعضه لاير واحد. فانا بفصل على اساس ان انا إيه عايز احرك ازاي. يا معلش بس الخلفيه اللي لونها عامل لي ازعاج شويه. لو في لون اخضر زي ده كده حددته كده وعايز اغير اللون الاخضر ده في الفيديو في المشهد كله ما اقعدش اغير واحده بواحده. اطلع على سيلكت بجيب سيم اجيب فيل كلر مش هم فيل كلر هيقوم محددهم كلهم واقوم ضغط هنا كده وابدا ان انا اغير فيهم كلهم مره واحده يعني. فانا ممكن اخليها ايه لونها ابيض مثلا ولا حاجه. طيب المهم احنا مش هنركز في التفاصيل دي. انا رسمت ولونت وخلصت هنفترض يعني. ودي ايه ايقونات في مشهد فيديو مصغر كده. هبدا احرك الايقونات دي. هاخد الحاجات ديت هفتح اللايرات كده. هفصل بطريقه الجروب عشان ما تعبش نفسي يعني. كل حاجه هعملها في الجروب لوحدها زي ما هو باشمهندس عاملها كده. خلاص انا اطمنت ان كل حاجه هتتفصل لوحدها معموله في جروب لوحدها. هما دلوقتي دول جروب. لو انا فكرت اخد الجروب ده واطلعه بره شوف جاب لي علامه ايه. ده جروب جوه لاير فانت رايح توديه فين لازم يتحط في لاير. فانا عشان اعمل كده مانيوال بعمل لاير جديده واخده اسحبه احطه فيه. فكده ايه هو بالفعل اتحط في اللاير الثانيه دي اهو. تمام. انا مش عايز اعمل كده. انا عايز اعمل جروبات لان انك تعمل جروبات دي سهله. والجروبات دي كلها تبقى ايه لايرات. بتيجي تقف على اللاير اللي هي بتضم كله اللي انت راسم فيها رسمك كله بس مقسمهم جروبات. ومن الثلاث نقط اللي فوق على اليمين ديت بتختار حاجه اسمها ريليز تو لايرز ما بين قوسين سيكونس. ما تختارش بيلد سيكونس. تك عليها بس خلاص كده بقى. شو حتى سماهم لايرات اهي. طلعهم بره هيطلعوا معاك عادي بقى مش هقول له لا. من الحاجات الاساسيه في التجهيز اعاده التسميه انك تسمي اللايرات عشان دي سماها خلفيه او باك جراوند او اي حاجه. انا بسمي اي حاجه بس ايه بس المهم انت تسمي يعني. لو في حاجه تفاصيل كتير التسميه ديت هتفرق معاك لان انت هنا في الاستريتور شايف الايقونه. شايفين الايقونات اللي هنا دي يعني ممكن اجيب اكبر الايقونه شويه اخليها لارج ولا اخليها ازر. لا يا سيدي ايه 25. شايف الايقونات اللي هنا دي انت شايف كل واحده جواها ايه. في الافتر لا. انت في الافتر بقى عامل لك علامه الستريتور كده وانت ما واعرف بقى ان دي ايه من الاسم. بس احنا دلوقتي ايه خلاص لونا وجمعنا وفصلنا اللايرات وكده الفايل ده جاهز. نقفل الستريتور بقى. هروح على الافتر دبل كليك هنا عشان نجيب البتاع. انا طالما شغال على فيديو عشان ما اقرفش نفسي مش كل شويه اقعد ادور على الفولدر فهثبته. ادي فيديوهات الموشن. الفيديو ده هعمل كليك يمين عليه واعمل بين تو كويك اكسس. هتك على البتاع دي حلوه في الويندوز دي. ايه ظهر هنا وشايفين ده كده بس. فبقى ايه اضغط هنا يفتح لي على طول سواء من هنا او من جوه البرنامج يعني. هاجي هنا واجيبه من هنا على طول هيفتح معايا الحاجات دي على طول. انا بجيب الستريتور. لما بتك عليه كده بيديني 3 اختيارات في الامبورت از في فوتج وكومبوزيشن ريتين لاير سايزز وكومبوزيشن. احنا عايزينه ايه عايزينه كومبوزيشن يبقى مشهد وفيه اللايرات بتاعته لان فوتج هيدخلوا صوره. طب كومبوزيشن ريتين لاير ولا من غير ريتين لاير؟ هتبقى ريتين لاير سايز على طول تختارها على رايح دماغك على طول تختارها. وعلى طول الحاجات اللي على اليمين دي اللي هي اللي على علامات صح دي ما تفعلش منهم ولا اي حاجه. هي ريتين لاير سايز بس عشان تريح دماغك يعني. ريتين لاير سايز ده بتخلي ممكن نعمل واحده ثانيه كومبوزيشن بس لوحدها. هتلاحظ ان العناصر بتدخل والحجم بتاعها مالك كادر. كل عنصر لوحده حجمه مالك كادر. فلما تيجي تعمل له تحط الانكر بوينت عشان تتحرك وبتاع بيبقى رخم شويه. انما كده بيبقى حلو. ادي امبورت هيدخلك حاجتين كومبوزيشن باسم فيديو واحد وفيديو واحد لايرز دي اللي هي الطبقات اصلا يعني. الطبقات بتتحط كفايل جوه الافتر يعني. انا قبل ما اعمل اي حاجه برضو انا بره في الفايل بتاع المشروع قسمت افتر فايل للافتر فايل للاستريتور فايل للبريمير. لو عندي حاجه تانية يعني مثلا انا بالنسبه لي بحمل كمان فايل للموهو ان الموهو بحرك شخصيات. حاجه ثالثه
احط فيها اعمل لها فايل لوحدها. هنا برضو نفس الكلام، من تحت هنا بعمل فايل، هنا هحط مثلا الفولدرات اللي ملهاش لازمه. يعني مثلا هاجي هنا وكليك يمين رينيم واسمي ده مثلا ملفات كده او ايه، ان هي اي ملفات ملهاش لازمه عشان ما تعمليش زحمه على الفاضي، اجيبها احطها هنا. حاجه زي اللي هنا دي انا مش هعمل فيها حاجه، هي كده كده موجوده جوه الكومبوزيشن. فانا اخد دي كده احطها يعني. هنا كده. فانا حطيت فيه الملفات دي. طبعا انا لو عندي 5 7 8 10 مشاهد، كل الملفات اللي هي ملهاش لازمه مش محتاج احطها هنا، والمشاهد هحطها برضو في فايل لوحدها. هعمل كمان فايل اسميه مثلا مشاهد او كده، جاي احط دي هنا. انا بسميهم ملفات، انتوا سموهم اللي انتوا عايزينه، بس المهم انت تنظم بس. يعني ايه، مش تدخل حاجه وتقوم تجيب المشهد الثاني وتقوم مدخله ومدخل وكله هيبقى فوق بعضه، لا. المشاهد اللي هي الكومبوزيشن اللي انا هشتغل عليها في فولدر لوحدها، وبيدخل معاه ملف تاني كده هو لازم يدخل معاه، بس انت مش هتحتاجه في حاجه، فحطه في فايل لوحده كده. واحد ساعات بعمل فولدر كمان لو ماتيريال او صوت او اصوات او ايا كان، لو انا هحط اصوات هنا او كده يعني، بس انا مش هحتاجها دلوقتي فمش هعملها، وقت ما احتاجها هبقى احطها يعني. انا دلوقتي على الاقل عندي ملف للمشاهد وملف للملفات. الافتر افكت برنامج سهل جدا. على الشمال فوق هنا دي واجهه البروجكت اللي هي فيها الحاجات بتاعتنا اللي احنا بدانا منها الفيديو المشروع بتاعنا. حطينا الملفات، ولو في صور هدخلها، لو في ملف صوتي، لو في اي حاجه بدخل الحاجات بتاعتي. في النص هنا دي الشاشه بتاعت الفيديو او بتاعت الكومبوزيشن. انتوا اكيد خدتوا بريمير صح؟ عارفين السيكونس. هو السيكونس هناك هو كومبوزيشن هنا، مفيش فرق يعني. فالكومبوزيشن او السيكونس زي البريمير هناك هو دي الواجهه بتاعته. تحت هنا ده التايم لاين، وده طبعا غني عن التعريف عشان انتوا ناس شغالين مونتاج فعارفين التايم لاين ده يبقى في الشغل كله. فوق هنا في شويه ادوات اساسيه هنحتاجها، وعلى اليمين هنا شويه قوائم كده لما نحتاج منها حاجه هنتكلم عليها، ما احتاجناش خلاص. انت مش هتحتاج البرنامج كله عموما، لان البرنامج الافتر بالمناسبه هو مش بيصادم في الموشن جرافيك بس، بيصادم في المونتاج والموشن جرافيك والمؤثرات البصريه للافلام والفيديوهات ومش عارف ايه. في ناس شغلها في اف اكس بيدخل على الافتر شغله كله عليه، بس ملوش علاقه باللي انت بتعمله كموشن. فده سكه وده سكه. فانت يعني ما تقولش انا هلم البرنامج، لا، ما حدش بيلم البرنامج، هو برنامج كبير انت بتاخد منه اللي انت عايزه. بس الاساسيات ادي البروجكت. وطبعا هنا في جنب البروجكت حاجه اسمها افكتس كنترول. لو انت حاطط تاثير او افكت على لاير بيبان هنا، بتحدد اللاير ويبان معاك هنا عشان تبدا تعدل فيه. عشان تبدا نيو بروجكت او نيو كومبوزيشن جديد، لو انت ما دخلتش كومبوزيشن من عندك بتضغط هنا نيو كومبوزيشن، او من تحت هنا العلامه اللي هي كرييت ا نيو كومبوزيشن دي. فمثلا هتك انا هنا هيقول لي سميه، هقول مثلا ان هو فيديو واحد. هنا بيقول لك اهوت الويدز والهايت، هو طبعا 1920 في 1080 فده اللي احنا شغالين بيه. احنا اتفقنا هنشتغل بفريم ريت 24. لو اشتغلت ب 30 فيها مشكله؟ لا عادي، 25 عادي. بس هي الفكره فكره التوافق ما بينك وما بين لو انت تشتغل مع حد تاني، تكون الفيديو كله من بدايه ما كان لسه بيرسم لحد ما انت خلصت كله شغال 24 فريم. لو 25 يبقى كله 25. و24 مشهور وكويس يعني ما فيهوش مشكله. حتى حلو في التقسيمه، يعني من الحاجات المميزه. انا كنت بشتغل في الاول خالص 30، بعد كده بقيت اشتغل 24 عشان التقسيمه. يعني مثلا انا عايز نص ثانيه، نص ال 24 12، عايز ربع ثانيه 6، عايز اقسم الربع ثانيه 3، مش هتطلع معاك صور فاهم. انما ال 30 15 ونصها 7 ونص، اجيب انا فريم نص فريم منين؟ لو انا عايز اظبط حركه مثلا على الثواني اريح للحسبه. حتى هنا في كل حاجه سيبها زي ما هي، اهم حاجه بس تحت الديوريشن، مده الكومبوزيشن ده انت عايزه. طبعا البريمير ملوش علاقه بالديوريشن ده، البريمير ده بتاع الساعات، يعني هو بيفتح لك التايم لاين نهايته فين ملوش نهايه، حط يا باشا على قد ما كارت الشاشه بتاعك يجيب. انما في الافتر لا، انت بتحدد بدايه ونهايه الكومبوزيشن. اول صفرين على اليمين دول عدد الفريمات، اللي بعديهم في النص هنا دي الثواني، بعد كده الدقائق، وبعد كده انا استغفر الله العظيم الساعات. ما حدش بيستخدمها في الافتر خالص الساعات دي. طبعا انا السته اللي هنا دول بيعادلوا كام هنا؟ يعني 6 ثواني بيعادلوا كام فريم؟ يبقى 6، مش مهم الرقم بس المهم 6 في 24. طب انا عايز 6 ثواني ونص مثلا، اكتب هنا كام؟ يبقى 12. يعني لو كتبت 6 وهنا كتبت 12 يبقى كده الفيديو ده مدته كام؟ 6 ثواني ونص. انت مش هنحتاج كده يعني، مش الدرجات دي، بس انت تبقى فاهم بس اللي بيتكتب ازاي. خلي دي واحد كده 10 ثواني فعلا اوكي كده 10 ثواني. هبدا افتح الكومبوزيشن صحيح اللي انا عامله اللي هو اسمه فيديو واحد هنا ده. ممكن اغير اسم ده عشان الاثنين ما يبقوش نفس الاسم، يبقى مثلا اخلي ده فيديو فاينل مثلا ولا حاجه. لو هضيف عليه حاجه تانية ممكن ده افتحه لوحده كده دبل كليك فيفتح لي الكومبوزيشن ده لوحده، او ممكن اخده احطه جوه الكومبوزيشن ده هنا. فكده انا عامل كومبوزيشن جوه الكومبوزيشن، فيديو 1 جوه فيديو 1 فاينل.
شايفين اللي ظهر ده؟ بتضغط زرار تاب اللي هو سهم يمين وشمال في الكيبورد، لما بتضغط عليه عشان انت ساعات ممكن تبقى عامل كومبوزيشن كبير جواه مجموعه من الكومبوزيشنز، وجوه كل واحد فيهم مجموعه من الكومبوزيشنز الاخرى، وجوه كل واحد كومبوزيشن. فانت ايه عايز تخش تشوفهم قدامك زي مايند ماب كده او خريطه ذهنيه، ما انتش عايز تقعد هتلخبط نفسك. فانت بتتك زرار التاب بيعرفك انت فين وجوه ايه. لو ضغطت هنا هيدخل ايه تاب، لو ضغطت هنا هيدخلني هنا، لو ضغطت هنا هيدخلني. يعني مثلا لو جيت هنا على الايقونات ديت وكليك يمين، دي برضو ايه، كل اللي بعمله ده حاجه جديده فانتوا اكتبوه. بري كومبوز ان انا هعمل دول كومبوزيشن لوحده، بري كومبوز، وهسميه مثلا عناصر، دي العناصر بتاعتي، واتك اوكي. يبقى كده العناصر دبل كليك عليها فتح العناصر جوه فيديو 1، فيديو 1 جوه فاينل فيديو. انا اصلا اعمل كذا كومبوزيشن مش عشان لها هدف، هي بس عشان نعرف ازاي نتعامل مع الكومبوزيشن. لو ضغطت كده بص بقى كده، ادي ده ايه فيديو 1 موجود جوه ايه فيديو فاينل او فاينل، المفروض فاينل فيديو. المهم علينا، الشرطه اللي على الشمال دي معناها ان دي اول كومبوزيشن، ده مش موجود جوه حاجه، ده اللي بيضمهم كلهم هنا ده اهو. لو ضغطت على السهم ده كده شفت نقل فين واداك هنا، ودي معناها طالما شرط على اليمين كده بقى دي اخر حاجه، مفيش حاجه جوه يعني. ضغط عليه كده زرار التاب ده حلو ايه بيسهل الموضوع ده. خلاص انا هخش جوه بقى ايه كومبوزيشن عناصر. انا دلوقتي راسم حاجات لونها اسود والخلفيه لونها اسود. هو الفيديو ده لو طلع بالشكل ده الخلفيه هيبقى لونها ايه؟ لا مش بالضروره يكون اسود، ومفيش خلفيه اصلا. لو انا في ايقونه هنا ايه اسمها توجل ترانسبيرنسي، لو ضغطت عليها كشف لي يعني ما اصلا مفيش خلفيه. امال ايه اللون ده؟ ده لون افتراضي كده الافتر بيحطه عشان ما ايه عيني لو انا مش عايز اشوف المربعات ديت بيحط لي اي لون، فانا هظهر اللون ده تاني. بس انا عايز اللون ده يبقى لون يساعدني ان انا ابقى شايف الحاجه بتاعتي كويس، انا عايز لون تاني. فبعمل ايه؟ فوق قائمه اسمها كومبوزيشن بضغط عليها واجيب كومبوزيشن سيتنج، الاختصار بتاعها كنترول كي اهيت. هيفتح لي النافذه اصلا بتاع الكومبوزيشن لو انا عايز اعدل فيه حاجه يعني او ازود المده بتاعته او الكلام ده. في هنا حاجه اسمها الباك جراوند كلر، وطبعا دي مش لاير، يعني ايه الكلر ده مش هيطلع معايا في الفيديو، هو جوه الافتر، بره الافتر مش موجود. اضغط كده مثلا واعمل لون ايه يكون يسهل عليا الرؤيه شويه ولا حاجه، فكده انا بقيت ايه شايف يعني ايه، شايف احسن شويه. او ممكن ايه احب اللون ده بصراحه. ماشي طيب اللون بنفسجي ده ملوش علاقه بالفيديو، كنترول اس كل 3 ثواني اعمل كنترول اس. طيب هنيجي على لاير زي اللاير اللي فوق على الشمال ده، انت عندك سهم صغنن كده جنب اللاير بتضغط عليه بيفتح لك الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها في اللاير. الديفولت العادي اي لاير فيها ترانسفورم اللي هنا ده السهم اللي جنبه الصغير ده لو فتحته هيفتح لي الحاجات اللي جواه. الحاجات دي موجوده على كل اللايرات. في لايرات تانية لو عملتها بيبقى في ترانسفورم وفي معاها حاجات تانية، فدي اقل حاجه تبقى موجوده يعني. اول حاجه الانكر بوينت، بعد كده البوزيشن والسكيل والروتيشن والاوباستي. بس انا ممكن اعمل نيو كومبوزيشن هنا ومش مهم التسميه. انا طبعا ايه جوه الافتر عادي عايز ارسم شيب ارسم مربع هنا. ده دلوقتي ايه ده شيب، يفرق ايه عن دي عن اللي هنا ده؟ دي لاير الستريتور، التاني لاير شيب. تفرق كتير تفرق كتير قوي بالنسبه للافتر. بيتعامل شايف دي بطريقه وشايف دي بطريقه. الشيب لو فتحته هلاقي جواه ايه برضو نفس قائمه الترانسفورم فيها نفس الحاجات اللي هنا، بس زياده على كده في عندي ايه كونتنت بريكتانجل اهو. لقينا بقى المستطيل جوه لاير الشيب، يعني ده مش مستطيل في الاساس، هو لاير بيضم مستطيل. يعني ممكن يبقى لاير وفيها اكتر من شيب يبقى فيها اكتر من مستطيل او اكتر من دايره وهكذا. ادي الريكتانجل لو فتحته الاقي حاجات كتير، لو فتحت دي فيها حاجات ودي فيها حاجات ودي فيها حاجات. احنا عايزين نفتح بقى البتاع دي، لو فتحت دي لو فتحت دي فيها حاجات، لو فتحت دي فيها حاجات، لو فتحت فيها حاجات ودي فيها حاجات. اي حاجه من دول اقدر العب فيها خلال الزمن فتديني حركه معينه. انا طبعا مش هنعمل ده كله، مش هحرك ده كله، انا بس بوريك مجرد بس ان انا جبت لاير غير اللاير ستريتور. انت برضو تركيزك كله مالكش دعوه بالكلام ده كله. انا تركيزي ان انا عايز اغير خاصيه محدده هتديني تاثير انا عايزه او حاجه نتيجه انا عاوزها خلال الزمن بس. فدي بالنسبه لي كلهم حتى لو انا اول مره اشوفهم هم مجرد خصائص هشوف الخاصيه دي بتتحكم فيها بالظبط، فلما اغيرها ايه اللي بيتغير في الشكل ده وابدا اتحكم فيها خلال الزمن. طبعا بفتح اي ويندو بكبرها كده واصغرها تاني بزرار الزال في الكيبورد. فخلينا بقى على الحاجات الكتير دي على الشيب هنا، لان الشيب لير ده اكتر حاجه انا هشتغل عليها مش لير الاستريتور. لو انا بقى عايز الحاجات بتاعه الشيب اللي هناك دي تظهر عندي في لير الاستريتور، دي ميزه بقى في البرنامج الاستريتور ان انا اقدر احول اللاير دي لشيب، فالبرنامج يبقى شايفها شيب. هاجي مثلا على البتاع اللي فوق دي او احدد لاير كده اعمل عليها كليك يمين ومن كرييت هقول له كرييت شيبز فروم فيكتور لاير. ده فيكتور لاير بتاع الاستريتور انا عايز احوله لشيب جوه الافتر. اضغط كده هيخفي دي خفاها وعمل لي لاير ثانيه، لو فتحتها فيها الحاجات الكتيره
مش زي التاني ده حاجات وحاجات بقى، لان انا دلوقتي عندي دي جروب، كل حاجه جروب لوحدها. العربيه بالبتاعه دي بقت لوحدها، بص كده شايف علامه البرق اللي في النص دي، هي اقدر اخفيها واشيلها لوحدها، دي اقدر لوحدها، كل رسمه لوحدها، واقدر افتح كل واحده لوحدها فيهم، وافتح الباس والفل وي. يبقى ايه، انا لو عايز اتعامل معاها از شيب، لو لاير ستريتور اتعامل معاها از شيب، كليك يمين كونفرت تو شيب لاير. بس احنا ما بنعملش كده الا لو احنا محتاجين كده، انما انت هتتعامل معاها كصوره على بعضها كده وخلاص، سيبها ايقونه او رسمه وخلاص، مش هتفرق معانا في حاجه. لما اكون عاوز حاجه من خصائص الشيب، لان احنا قلنا ديت ما فيهاش غير ايه، ان انا الترانسفورم العادي، ان انا اتحكم في البوزيشن والسكيل والروتيشن والاوباستي. طب انا مثلا عايز اتحكم في الباث، يعني هي رسمه في الاستريتور شكل معين، انا عايز اغير اتحكم في الشكل، في المسار بتاعه. شفت الدايره لما حولناها لمربع، مش هعرف اعملها الا لو بقت شيب. ده مثال يعني. شريط الادوات اللي فوق ده، انا دلوقتي واقف على اداه اسمها ايه، سيلكشن تول، الاختصار بتاعها حرف الفي، دي موجوده في كل البرامج بتاع الجرافيك وكل الهاند تول ديت. طبعا انا ما بجيبهاش، انا بضغط مسطره عشان ايه، اتحرك. الاختصار بتاع مسطره، لما اضغط بشوف بينقل عليها، لما المسطره بتنقل عليها. عندي هنا طبعا هنا في الريكتانجل تول، لو ضغطت عليها كليك شمال ضغطه مطوله، هقدر ان انا ارسم حاجات تانية، في دايره، في مضلع، في نجمه، في بتاع. فلو عايز ارسم دايره مثلا، هجيب الدايره كده، بس قبل ما ارسم الدايره هاجي الاول اهو كده. طبعا لو انا ضاغط شيفت بتطلع مظبوطه، لو مش ضاغط شيفت بتعمل ازاي؟ نفس الكلام على المستطيل، اي شكل لو ضاغط شيفت بيطلع منتظم. لا انا هعمل كنترول زد تاني، انا كل اللي عملته ضغطه كليك شمال مطوله على الشكل اللي فوق ده، ونزلت بالماوس كده، وجيت وقفت هنا وشلت ايدي من على الماوس، فبقى كده معايا الايه، الدايره. لو انا ضغطت، انا ايدي مش على الكيبورد، ضغطت وشديت، انا بتحكم بانسيابيه، مفيش دايره منتظمه. عايزها تبقى منتظمه، مجرد بص، لو حتى لو انا شديتها كده، لو ضغطت شيفت غصبا عنها تبقى ايه، منتظم. بس تاني ضغط على شيفت، ما اشيلش ايدي، اسيب الماوس الاول وبعدين اشيل ايدي من على الشيفت عشان تطلع حاجه منتظمه. لو انا مش عايزها منتظمه عادي بقى، براحتي ارسم زي ما انا عاوز. دلوقتي بقت ديت شيب لاير كام، 2، جواها مكتوب هنا ايه، اليبس 1، انما هنا كاتب هنا ايه، ريكتانجل 1. طب انا لو مسحت الدايره دي وجيت حددت الشيب لاير بتاع المربع، وجبت الدايره وقمت راسمها، ايه اللي حصل؟ ما عمليش لاير جديده، هي لاير واحده، هي شيب لاير واحد بس. لو فتحت الكونتنت اللي بقى جواه ريكتانجل واليبس. طب انا مثلا غلطت غلطه زي دي ومش عايز ارجع، عايز انقلها في لاير جديده، عادي كليك يمين نيو. انا اللاير اللي انا شغال عليها دلوقتي اسمها ايه، شيب لاير. احنا ما اتكلمناش غير على الشيب لاير والفيكتور لاير. ادي الشيب لاير عملها. الشيب لاير اللي فوق ده ايه، خلي بالك لو انا خفيت دي هي فاضيه ما فيهاش حاجه، لان انا عملت النيو شيب لاير فاضيه. هاجي هنا على الاليبس، هظهر دي بقى، هاجي على الاليبس هنا اهو، كنترول اكس، عملت قط، هاجي اقف هنا كنترول في، فلا بقت دي لوحدها ودي لوحدها. طبعا زرار الانتر وانا محدد لاير، لو ضغطت انتر بغير التسميه، فانا ممكن اسميه زي ما انا عاوز بقى، مثلا انا عايز اغير التسميه اسميه مربع ولا حاجه. فكره التسميه دي مهمه برضو من ايه، من النظام كده انا هفتح اهم حاجه عندي الترانسفورم الاول، قائمه الترانسفورم. قبل الترانسفورم نفهم الاول يعني ايه انكور بوينت. انكور بوينت يعني نقطه التثبيت، يعني مركز الشكل ده فيه. شايفين البتاع اللي هي على اليمين هنا دي الانكور بوينت بتاع الشكل، دي براه. فانا هعمل حاجه كده، هنط بس الاول، اخش على الروتيشن على طول. لو لفيت الروتيشن هيلف حوالين ايه، حوالين الانكر بوينت دي. طب انا عايز اتحكم في الانكر بوينت، هروح على الاداه اللي بتتحكم في الانكر بوينت، اللي هي دي، اللي هي شبه بتاع اللي فوق دي، اللي جنب الدايره اللي جنب الشكل ده. الاختصار بتاعها واي من الكيبورد، حرف الواي. هجيبها واحطها مثلا عايزها في النص. انت ملاحظ ان هي بتيجي ايه، في سنابنج، او ان هي ايه، في مغناطيس بيشدها يوديها في الحروف والحواف وكده. طب انا مش عايز سنابنج، انا عايز احطها هنا اهو، يعني مش عايزه يرخم عليا ويقعد يشدها كده. في فوق حاجه اسمها ايه، سنابنج، شايفها دي؟ لو شلت التفعيل بتاعها مش هيجيب مش هيعمل كده. يعني هجيب البتاع اهي، هحطها بمزاجي معايا، ما جابليش اللي هو ايه لازما في النص او في الحرف او في النقطه معينه او كده. طب انا عايزها في النص، خلاص هجيب السناب واحطها. طب في حاجه احسن، ما فعلش السنابنج بس يبقى معايا زرار كنترول. انا دلوقتي ماشي اهو، لو ضغطت كنترول هيشغل سنابي، شلت ما بقاش في سناب، بالكنترول اهي حطيتها في النص. تمام. انا دلوقتي عندي كام شيب لاير، اللي هو المربع ده كام شيب. لو فتحت الكونتنت، ركزي الكونتنت جواه كام حاجه، ريكتانجل بس، حتى لو خفيت وظهرت هو مفيش غير حاجه واحده. انا وانا محدد اللاير كده، الافتر قاري ان انا جوه دي، فلو رسمت حاجه هيرسمها جوه الكونتنت. لو شلت التحديد هيعمل لاير جديد كده. لو جبت دايره رسمتها دخلت جوه، انا عايز انقلها في حته ثانيه في لاير ثانيه، كليك يمين نيو. هو مش لازم كليك يمين، ممكن ارسمها من الاول، بس نفرض ان انا رسمتها وظبطت فيها حاجات وعدلتها، مش عايز اعمل كل ده من الاول، انقلها على طول اهيت نيو شيب لاير.
الشيب لاير الجديده دي هروح الاول اجي على الاليبس، ممكن اخد كنترول سي لو كوبي وكنترول اكس لو كات. هنعتبر انها كات، كنترول اكس واجي اقف هنا وكنترول في، هتقوم داخله فين؟ في الكونتنت هنا. انا بشرح دلوقتي بالترتيب بتاع اي حاجه انت هتشتغل فيها موشن جرافيك. انت دلوقتي فتحت الاول ظبطت ملفاتي بره على الجهاز، وبعدين ظبطت ملفاتي جوه في البتاع، وكنترول اس دي معايا الى الابد، وعملت الكومبوزيشنات ودخلتها جوه بعضها. بدات بقى ابدا ابص على العناصر بتاعتي او الليارات. اول حاجه بظبط الانكور بوينت. فانا لو حطيت الانكور بوينت هنا، هنفترض ان انا عايزها في النص يعني، وافتح الترانسفورم. البوزيشن فيه قيمتين، قيمه للمحور الاكس افقي وقيمه للمحور الواي الراسي. فالقيمه الاولى دي الاكس. لو مشيت يمين وشمال واخد بالك، شوف كده الرقم هيبقى لو خليته صفر هكتب هنا صفر واضغط انتر. شايف الانكور بوينت راحت فين؟ على حافيه الفيديو من على الشمال. طب هكتب 1920 1920 بقت فين؟ حافه الفيديو على اليمين. طب ليه؟ لان المقاس بتاعي 1920 بكسل في 1080، الارقام دي بكسل، فانا ايه عايز احركها بكسلتين يمين بكسلتين كده يعني. عايزها مثلا تبقى فوق على الشمال، هخليها صفر وصفر، ادي صفر وصفر. عايزها في النص، هكتب 1920 واقسم على 2 عادي، ما في آلة حاسبة جوه الافتر، هيوديها في النص. واكتب هنا 1080 على 2 هيوديها لك في النص. هو طبعا في الاين ان انا اوديها في النص، بس انا بعرفك ان انت ايه تقدر تعمل عمليات حسابيه. ممكن اعمل زائد، انا عايزها تروح يمين 50 بكسل، فهسيب الرقم زي ما هو واكتب جنبيه بلس 50 بكسل، ماينس تروح شمال. يبقى البوزيشن اهم حاجه، اهم حاجه في التحريك البوزيشن. تاني حاجه السكيل. طبعا السكيل هو نسبه من حجم الشكل، انت عايزه 100% حجمه كده، ولا 50% نص حجمه، ولا 200% ضعف كده يعني. فتبدا تصغر اهوت. مثلا لو خليته 50 بقى نص الحجم، هرجع كنترول زد تاني بقى 100. لو خليته 200 هيبقى كام؟ ضعف الحجم. ده السكيل. طبعا بيعمل سكيل وبوزيشن وروتيشن وكل حاجه بناء على الريفرنس بتاعه مين؟ الانكور بوينت. يعني بيكبر ويصغر من الانكور بوينت، وبيتحرك من عند الانكور بوينت. هو بيعرف هو فين دلوقتي، عند انهي بكسلان من الانكور بوينت، مش من الشكل. الشكل كبير، ان هو بيعرف هو في انهي نقطه من الانكور بوينت بتاعته. عشان كده بنظبطها اول حاجه على حسب انا محتاجها ازاي. علامه اللينك اللي هنا دي علامه سلسله كده متفعله، لو شلتها بقت فاضيه مكانها كده. لو جيت اكبر الاولاني ده اكس وده واي، اكس ده بيطول كده معايا، والواي بيطول كده، يعني بيعمل سكيل بس سكيل في اتجاه واحد. ديت احيانا بنحتاجها لما نيجي نعمل ايه حاجه بتتمط وتقوم اللي هي ايه حاجه زي الجيل كده. انما لو انا عايزه يبقى ثابت بشكله بفعل اللينك ديت وايه واكبر اصلا. الروتيشن فيها قيمتين، القيمه الاولى عدد لفات، القيمه الثانيه زاويه. عامله زي ايه؟ شفتوا الارقام الكسريه؟ يعني مثلا عايز مثلا ايه 1 2 3 دي اعداد صحيحه. طب 1 وربع، 1 و65 من 100 دي اللي من 100 ده اللي هو اقل من 1 ده ايه؟ رقم كسر. نفس الفكره هنا كده. اللي على الشمال ده عدد لفات صريح، يعني لفه 360 درجه، الواحد ب 360 درجه لفه كامله. طب لو انا عايز لفه وحته، الحته دي بقى اكتبها فين؟ على اليمين. معايا ولا ايه؟ فانا مثلا لو عايزه يلف لفه، هو اللي على اليمين اللي هتبين يعني ايه، يقعد يلف كده لحد ما يرجع 360 درجه. انا هعمل الكي فريم بس عشان ابين حته اللفه دي. هدي هنا مثلا 1، فكده هو انا عملت هنا 0 وهنا 1، هيلف كام؟ لفه كامله، يعني لف دوره 360 درجه. عايزه يلف لفتين، هاجي هنا اقول له خليه يلف لفتين. طب انا عايزه يلف مثلا ايه 10 لفات يبقى سريع. بص كده هي عدد لفات كتير. طب انا لا، انا مش عايز عدد لفات كتير، خليها 0. انا عايز ايه يلف حاجه بسيطه، يلف مثلا 90 درجه، ادي 90 اهيت، ليه يلف 90 درجه. انا مش هقعد فريم لسه، بس هي عشان نشوف بس اللفه. يبقى ده الروتيشن. الاوباستي بقى اللي هو الشفافيه من 0 ل 100%، ما فيهاش حاجه ثانيه غير كده. 0% مختفي، 100% ظاهر، فايه ما بينهم ايه شبه شفاف كده. دول الترانسفورم الاساسيين، مفيش غنى عنهم. انا عايز اقول ده التايم لاين، ده خط الزمن، ده اسمه ايه؟ التايم لاين. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا ان التايم لاين ده هيتم على الحركه كلها، وده خاصيه على خط الزمن. احنا هنا عند الثانيه 0 والفريم 0. هنفترض مثلا ان هنا دي الثانيه رقم 1، في النص هنا انا 24 فريم في الثانيه، في النص هنا هتلاقي مكتوب كام؟ 12. 12 ايه؟ 12 ايه؟ يعني ايه؟ في النص ما بين دول
هتلاقي هنا 6 اف. طب في النص بين ال 12 والواحد دي 1 ثانيه، يعني 1 ثانيه. في النص بين دول هتلاقي هنا ايه؟ 18 اف. طب لو انا زودت جوه طب انا طبعا انا بقدر ازود اوسع واضيق في التايم لاين. ما بين ال6 والصفر هتلاقي هنا ايه؟ 3 وما بين ال6 وال12 ادي 9 وال 12 وال 18 15 وهنا هتلاقي 21. طب هنفرض ان الواحد سنه دي مش مكتوب، اول ما تلاقيه كاتب لك مثلا 24 اف. لو كده 24 اف دي انت هنفترض ان مش كاتب ثواني، انت على طول تعرف ان دي ايه؟ دي ثانيه واحده. طب هنفرض انت مشيت على خط الزمن مشيت لقيت 240 في حته كده على خط الزمن، يبقى انت كده واقف عند الثانيه كام؟ 10 ثواني. انت واقف كده عند ال 10 ثواني. الكيف ريم ما هو الا حفظ قيمه الخاصيه عند نقطه في الزمن. يعني كنت بحفظها كده على طول، حفظ قيمه الخاصيه عند نقطه في الزمن، حفظ قيمه الخاصيه في الزمن. فانا مثلا هبدا اتكلم عن البوزيشن واحد. ادي البوزيشن، عايز المربع ده موجود هنا وعايزه ده الكاد بتاعه، وعاوزه يجي من هنا ينتقل يروح هنا وحجمه بيصغر. يبقى انا اتحكمت في البوزيشن والايه؟ والسكيل. انا بتحكم في خاصيه خاصيه. الاول هحرك اعمل بوزيشن الاول وهو بحجمه كامل زي ما هو، وبعدين ابقى اعمل له سكيل. اجي في البوزيشن انا هنفترض ان انا عايزه يحصل في 12 فريم نص ثانيه. اجي عند الصفر واقوم ضاغط مدي كي فريم، هنشوفها في البرنامج دلوقتي. فهيقوم عامل لي ايه؟ علامه الكي فريم. كده انا حطيت كي فريم، ده قصاد خاصيه الايه؟ البوزيشن. حاجه عند 12 واتاكد ان انا واقف في التايم لاين هنا، واقوم محركه بقى من هنا لهنا باللي انا عايزه، واقوم حاطط ايه؟ كي فريم. السكيل مثلا انا خلاص نقلته من هنا لهنا، يعني هو نقل من هنا الانكر بوينت دي لحد هنا معايا. هبدا اصغره، هعمل قصاد السكيل هنا برضه ايه؟ كي فريم عند صفر، واجي هنا واقوم مصغره ومكبره زي ما انا عاوز واعمل له ايه؟ كي فريم. اول ما اشغل فيديو البتاع تمشي كده، اللي هي السناب بلاي دي تمشي على التايم لاين كده، وهي ماشيه هتلاقيه بيتحرك وفي نفس الوقت بيظهر. فهنروح عشان نعمل البوزيشن للمربع الجميل ده. شفت علامه الساعه اللي جنبها دي توجل انيميشن دي، اول ما اضغط عليها هيدي له كي فريم. بس هو ده انا دلوقتي واقف فين؟ لو ركزت هتلاقي واحد نقطتين فوق بعض وصفرين على اليمين، يبقى دي كده ثانيه. طب انا لو عايز الغي كل الكي فريمات بضغط هنا، شايفه الساعه دي بضغط عليها تاني بيشيل كل الكي فريمات. هعمل كنترول كي وارجع اخلي قبل ما احرك او قبل ما اعمل اي حاجه خلي ده ايه؟ 24. كده التقسيمه عندي اتغيرت. هنا اهو صفر 12 فريم ده النص اللي احنا اتفقنا عليه، هنا 1 ثانيه، هنا 1 و12، هنا 2 وهكذا. طب انا بضغط الت في الكيبورد واعمل بالسكرول اللي قدام اوسع التايم لاين، واللي ورا بقى ايه؟ بضيق كده. انا كده عملت مره واحده فايه بقت 4 مش عارف ايه بتاع كده، اقسمها 2 4. لو كمان واحده خلاص مفيش تاني بقى، ده كده فريم 0 1 2 3 4 لحد ايه. طبعا انا ما بعملش كده الا لو انا محتاج اخش اشوف تفصيله وهرجع تاني، مش هبص من قريب قوي كده. يعني حلو قوي ان هو يجيب لي ال 12 فريم دي. انا اقف عند ال 12 فريم هنا، او هرجع في الاول عند الصفر وادي كي فريم للبوزيشن، واجي عند ال 12 واقوم ماسك دي ساحبها كده. انا عايزها تمشي في خط افقي فبضغط ايه؟ اي حاجه عايزها مظبوطه الشيفت بيظبط اي حاجه كده. لو رجعت وقمت مشغل حصل ايه؟ بيتحرك بسرعه ولا بطيء؟ طب انا عايز ابطئه، هاخد الكي فريم ده مثلا واخليه في ثانيه كده. لو انا شغلت بقى اهدى شويه، عايزه بطيء خالص ممكن اخليه مثلا في ثانيتين، مثلا هنا اجيب دي احطها هنا كده. لو شغلت بصوا يبقى ايه اللي بيتحكم في السرعه؟ المسافه بين الاثنين كي فريم على التايم لاين. السرعه بتساوي المسافه على الزمن. طيب انا لما ببعد الكي فريم بتلاحظوا ايه سيبك من المربع، بتلاحظوا ايه في النقط بتاع المسار بتاعه؟ بتكتر. لما بقرب بتقل. ده معناه ايه؟ ان كل نقطه من دول بتعبر عن فريم على التايم لاين. فانا شايفه النقطه اللي على الشمال خالص ده الفريم 0. شايفه النقطه دي ده الفريم 1 كده. طب نعمل السكيل بقى. نيجي في الاول ندي توجل انيميشن للسكيل، فبقى فيها كي فريم هنا اهيت، واجي هنا واقوم مخليه مثلا يصغر يبقى 50، اعمل 50 مثلا كده. تعالوا كده نبص. المهم ان احنا كده غيرنا في البوزيشن والسكيل. تعال نغير في الروتيشن كمان عشان نبقى شفنا كله. خليه يلف ايه؟ 90 درجه او 180 درجه، الشقلب 180 درجه، فكده هيقوم ايه؟ تمام هيشقلب. طب انا عايزه من هنا يقوم بعد كمان ثانيه يرجع تاني للوضع الاصلي اللي كان عليه. الكيفرمات اللي هنا هحددها واعمل كنترول سي، ومكان ما انا واقف اعمل كنترول في هيرجعه تاني، فهيقوم عامل ايه؟
هيقوم مريح وراجع. طب انا عايز اخليها لوب، يعني انا عايزه يروح ويرجع ويروح ويرجع ويروح ويرجع من غير ما اعمل لوب. يعني ايه؟ انا اشوف الحركه بتتكرر قدامي عشان اشوفها كتير، عايز اشوف فيها حاجه. مثلا في اختصار اسمه بي وان، في زرار البي والان جنب بعض في الكيبورد. البي بيحدد بدايه تشغيل الفيديو، والان بيحدد نهايه تشغيل الفيديو. انا التايم لاين بتاعي كام؟ 6 ثواني، معمول لحد 6 اهو، 6 ثواني. انا مش عايز الغيه، مش عايز اقصره، سيبه 6 بس، عايز الفيديو يشتغل لحد 2 كأن الباقيين ده مش موجودين. حاجه عند الان، عند الاثنين، عند النهايه اللي انا عاوزها، واتك ان. شايف انت البتاع دي فوق ده؟ بص لو عملت كنترول زد، الخط اللي فوق ده اهو، اللي هي اهي، شايف دي؟ شايفين دي؟ هي دي. بس انا بتحكم فيها بالاختصارات ان، تك ان. طب لو انا عايزه يبدا يعمل هنا، هعمل بي من هنا، بس انا هرجع تاني واعمل بي من هنا. شوف لو شغلت هيحصل ايه؟ هيروح ويرجع ويروح ويرجع، ما بيكملش الاخر البتاع، هو شغال في انا محدد له حته يشتغل فيها. ولو عملت ريندر للفيديو مش هيطلع الفيديو كله، هيطلع الحته اللي انا محددها دي بس. يبقى ده اختصار بي ان. دي حاجه انا حركتها ورحت حركت حاجه تانية في الفيديو ورجعت، فلقيت ان انا مش عارف اصلا حركت ايه. عايز اعرف ايه اللي انا حركته، يظهر لي كيف الفريمات اللي انا حركتها. ايه الاختصار اللي بيعمل كده؟ حرف اليو. حرف اليو بيظهر لي فقط الخصائص اللي واخده كي فريم، اي خاصيه مش واخده كي فريم مش هتظهر. واضغط يو تاني بيقوم ايه؟ يقفلها. طب لو ضغطت دبل يو مرتين ورا بعض بسرعه، فتح كل الخصائص، بس ديت ما بنحتاجهاش كتير يعني. بضغط يو واحده بس يفتح لي الايه، الخصائص دي. طب انا عايز البوزيشن او السكيل او الروتيشن، تعال نلعب في الاوباستي كمان بالمره عشان يبقى ايه كله بقى، نشوف كله مع بعض. ادي الاوباستي هنا كان 100%، هنا يبقى 50 مثلا، يختفي جزئيا او 60، وهنا يرجع تاني يبقى 100 تاني. فكده احنا ايه، لعبنا في الاربع خصائص. هنا بيختفي شويه ويرجع تاني. انا هقفل، احنا اتفقنا ان اختصار يو بيظهر كل الخصائص اللي واخده كي فريم، بس انا مش عايز اظهر كله، انا عايز اظهر البوزيشن بس. هتكه بي جاب لي البوزيشن بس، لو اتكيت اس هيجيب لي السكيل بس، لو اتكيت ار هيجيب لي الروتيشن بس، لو اتكيت تي هيجيب الاوباستي. يبقى البوزيشن والسكيل والروتيشن والاوباستي اختصاراتهم بي واس وار وتي. طب في خاصيه بقى موجوده جوه حاجه جوه حاجه جوه حاجه جوه، وعايز اجيبها ومالهاش اختصار، هو الاربعه بس اللي لهم اختصار. ازاي اجيبها بسرعه؟ انا عارف ان المربع ده في حاجه اسمها كورنر راديوس، ان الحواف بتاعته تبقى دائريه، عايز اتحكم فيه. نعرف اسمها ايه الاول وبعدين نبحث عنها. الراوندنس دي هي اسمها راوندنس. الراوندنس لو زودتها بيعمل ايه؟ يحوله لدايره. خاصيه الراوندنس ديت عشان اعملها فتحت كام حاجه. اولا فتحت باللاير، فتحت الكونتنت، وفتحت الريكتانجل، وجوه الريكتانجل فتحت دي، وقعدت ادور فيها لحد ما لقيت الراوندنس. فلو في خاصيه انت عارف اسمها وملهاش اختصار، بتحدد اللاير وتيجي هنا وتكتب بس ادي ار او يو، راح مطلع لي هنا الايه، يعني فتح دي جابها لي على طول. لو انا بقى هعمل الخاصيه دي وارجع اللاير تاني اعمل نفس الخاصيه، مش كل شويه هقعد افتح وادور، ههلك وقت على الفاضي. فالافتر افكت لازم نشتغل فيه بالاختصارات عشان هو اصلا فيه تفاصيل كتير، بنحاول نسهل على نفسنا على قد ما نقدر. يبقى احنا عرفنا الاختصارات اللي بتدخلنا على الخصائص بشكل مباشر. عايز ان الفيديو يبدا بعد ثانيه، يعني في البدايه ما يبقاش في حاجه، ويبدا المربع ده يظهر من هنا كده بعد ثانيه. هاجي هنا وهمسكه وانقله، صح كده؟ يبقى في الاول مفيش حاجه، وبعدين هيظهر من بعد الايه، الثانيه الاولى. معايا في زرارين جنب بعض، الجيم والدال اللي فوق على اليمين كده جنب الباك سبيس. لما باجي عند الثانيه هنا والتكه جيم بينقل الطبق. طب هرجع تاني وهتكه الت جيم، ايه الفرق؟ ايه اللي حصل؟ انا قصيت الطبق. يبقى الجيم بتاعت البدايه والدال بتاعت النهايه، يبقى الجيم هتبقى بدايه الطبق هنا، ولو جبت دال هيجيب نهايه الطبق هنا. زرار الجيم والدال اختصار، لو تكيت جيم لوحدها بيحدد بدايه الطبق من مكان ما انا واقف، لو دال نهايه الطبقه عند ما انا واقف. الجيم بتاعت البدايه والدال بتاعت النهايه. لو الت جيم بيقص الطبقه من مكان ما انا واقف ويشيل اللي قبلها، لو الت دال بيقص ويشيل اللي بعدها، يبقى دي نهايتها هنا يعني، بس قص مش نقل. فرق ما بين لما بستخدم الت بيبقى قص. هنفرض ان انا دلوقتي ديت هي اللي هي عامل يو بس عشان اشوف الكفرمات. انا هاجي هنا، عايز ان انا المربع ده اقصه من هنا من عند الحته دي، واحتفظ بالجزء الاولاني والثاني. الت جيم قص في الاول. طب هرجع كنترول زد، لو عملت الت دال قص في الاخر. انا ازاي اعمل بقى ان انا يقص ويعملهم لي طبقتين، يبقى ما قبل القص حته وما بعد القص حته. كنترول شيفت دي يقوم عامل كده. لو فتحت دي هتلاقي فيها نفس الكفرمان، يعني هو بقى الطبقتين بس، واحده مقصوصه من هنا اخرها هنا، وواحده بدايتها هنا. كنترول شيفت دي بيقص الطبقه من مكان ما انت واقف ويقسمها لطبقتين، اللي قبل لوحده واللي بعد لوحده. انما كنترول دي بيعمل نسخ للطبقه. كنترول دي عملت ايه، نسخه منها. طب عايزين نفهم بقى اصلا التايم لاين من هنا ده فيه شويه حاجات حلوه جدا. لو جينا تحت على الشمال في 4 حاجات، اللي على الشمال خالص دي اللي دايما متفعله، لو شلتها شال ايه،
القيم بتاعت الخصائص، لو ظهرتها تاني جاب لي الايه، ظهر لي الكتله اللي هنا دي كده. طب انا هخفيها، هظهر اللي جنبها مثلا، ظهر لي حاجات تانية. طب لو شلتها وظهرت اللي جنبها جاب لي الديوريشن والاستريتش لو عايز ابطأ الليره او اسرعها او كده. ولو شلتها وجبت دي جاب لي حاجات مختلفه خالص. هو اكتر حاجه بنستخدمه الاولى دي اساسيه معانا ده على طول، والتانية دي احيانا بنحتاجها لما نكون هنعمل مود او نعمل ماسك، بس احنا لسه ما اتكلمناش عن الماسك. فايه لو في خاصيه انت يعني متعود تلاقيها ومش لاقيها، تلاقيها في ايه، حاجه من تحت مختفيه، فهي مختفيه معاها يعني. اول حاجه على الشمال، هنقفل اللير دي بقى خلاص. اول حاجه على الشمال في علامه العين ديت اللي هي موجوده في اي برنامج، بتخفي وتظهر الطبقه. اللي بعدها دي اسمها سولو مود. يعني ايه؟ بيظهر دي لوحدها ويخفي الباقي كله. تعالوا نشوفها في العناصر. انا عندي هنا العناصر كلها ايه. انا مثلا العنصر ده عايز اظهره واخفي الباقي عشان اركز عليه، بس هو كله بيتحرك بس عايز اركز على ده، اعدل فيه حاجه او اعمل فيه حاجه. هاجي هنا واعمل سولو مود، هيعمل ايه؟ هيخفي كله ويظهره هو. لو شلت لو عايز اظهر حاجه كمان معاه ادخلها معاه في السولو مود. لو شلت من على كل السولو مود كله هيظهر عادي. وطبعا بعد كده علامه القفل بتاعت الطبقه، وقبليهم علامه الصوت ديت، لو شلتها، لو الطبقه دي طبقه صوت وشلتها بيخفي الايه، الصوت بتاع الطبقه. بعد كده علامه الماركر. لو انا مثلا عايز اقسم العناصر بتاعتي مجموعات، انا مثلا عندي ايه، شويه ايقونات خاص هتظهر في الفويس اوفر وهو بيتكلم في الجمله الاولى، مثلا ايه، لقد انتجنا في شركه كذا مش عارف 1 2 3 4 وانتجنا كذا كذا. ده هيظهر ويجي هنا، شويه حاجات هتظهر تيجي على اليمين، شويه حاجات هتظهر زي ايه، مجموعات يعني. عايز اميز في التايم لاين، ففي حاجه اسمها ماركر. باجي هنا واضغط على المربع الملون ده واختار اي لون انا عايزه، فكده الطبقات دي بقت في التايم لاين مميزه شبه بعض. يبقى اللي انا خلاص عارف ان الاصفر ده تبع بعضه، بيبدا مع الحركه مع بعضه وينهي مثلا يعني مع بعض. محددهم. لو انا عملت على واحده لوحدها هيعملها لوحدها، عامل دي مثلا احمر فدي بقت لوحدها. انما لما احددهم كلهم هيعمل كله مع بعض. دلوقتي دول كام لير؟ حوالي 7 8 ليرات. ممكن ما اعملش. طب انا مثلا لو عندي كومبوزيشن في مثلا 30 لير، وال30 لير متقسمين 6 مجموعات، كل مجموعه 5 ليرات وبيتحركوا مع بعض ومش مترتبين فوق بعض كده، هم متفرقين في حاجات فوق حاجات. فانا لو لونت من الاول انا ريحت دماغي، بقيت عارف ان اللي لونها اصفر فوق دي من غير ما اقرا الاسم، اصفر فوق واصفر تحت، دول حركتهم مع بعض مثلا يعني. وطبعا هنا اللاير نيم، لو جيت هنا وضغطت انتر عرفنا ازاي بنغير التسميه. وفي حاجه اسمها شاي، يعني انا حركت الاربعه دول وخلصت تحريكهم وهبدا اتحرك في الثلاثه دول، فدول عاملين لي ازمه هنا في التايم لاين. انا شفت لو فتحت هنا البوزيشن لدول ودول كمان فتحت لهم البوزيشن ده، البوزيشن بس، فبقت ايه، في هيصه كده. انا مش عايز الهيصه دي ومش عايز عيني تزغلل، انا عايز اشتغل على دول لوحدهم بعدين اشتغل على دول لوحدهم. باجي على دول واضغط شاي فاتعمل عليهم العلامه دي. طب ازاي الشاي بقى يتفعل؟ اضغط العلامه اللي فوق دي، هم اختفوا بس هم موجودين، يعني بيشيل الليارات من قدام عيني بس كده على ما انا اشتغل على حاجه تانية عشان ما عيني ما توجعنيش وارجع إيه، لو شلت التفعيل الشاي ده هيظهر لي اللي معملهم شاي. لو لغيت الشاي من عليهم مثلا وخلاص انا خلصت دول، هعمل لهم هم شاي وارجع اشتغل على الايه، على التانيين. فدي حاجات مهمه يعني. ممكن اعمل كنترول ايه بقى والغي الشاي كله عشان ما ايه، لو خلصت خلاص. الخاصيه اللي بعد كده دي اسمها ريسترايز، ودي ما بعملهاش الا لو هعمل زوم. انا هعمل اول طبعا الجوده اللي ظاهره قدامي دي جوده قليله، فانا لو عملت دي كده فل، شفتوا ايه، كان مبكسل. انا بعمل كوارتر او هاف او سيرد، يعني نص الجوده او ربع الجوده او كده وانا بشغل عشان الايه، كارت الشاشه يبقى خفيف معايا والدنيا تشتغل. انما عايز تشوف الحاجه على حقيقتها بعملها فل. فانا اخليها فل مثلا، وهبدا مثلا اجيب حاجه زي العربيه دي، حاجه اعمل لها سكيل. انا دلوقتي هي نازله تحت ومش شايف كويس، هل لازم ارفع التايم لاين كده؟ مش لازم، ممكن يبقى هي ايه مستخبيه تحت كده مش شايفها. بس انا هاجي على دول واستخدم بقى الحاجات بتاع البرنامج، اعمل لدول شاي واعمل كده، فانا في نفس المساحه قدرت اشتغل يعني. عندي لايرات كتير بس انا عارف اشتغل كويس. جبت السكيل من هنا اهو، وهاجي عند بعد ثانيه مثلا واخلي السكيل 300%. يا سيدي خليها 1000. ايه اللي حصل في اللاير؟ هي كبرت 1000% بس بكسلت. لو في حاجه انت هتكبرها جامد او هتعمل زوم مش عايزها بكسل، بنستخدم بقى الخاصيه دي اسمها ريسترايز. هرجع هنا اهو، دي عند الصفر اهي، ادي الريسترايز. شفت علامه النجم الصغيره دي؟ شوف بقى لما اكبر كده فيكتور، بيتعامل كفيكتور بقى مش عامل لو شلت الخاصيه دي بكسلت. خاصيه صغيره كده بس خطيره. تقدر بقى تعمل سكيل الى ما لا نهايه. شفت الفيديوهات اللي هو بتلاقي مثلا واحد ايه، بيزوم في صوره فيخش في حته تلاقيه فتح مشهد كامل، فده كله بقى ريسترايز. نعمل تطبيق صغير كده، هنجيب طياره ونطيرها، فاكتب بلين، يفضل البحث بالانجليزي دايما. الاحظ انه جاب لي صوره طياره وفينا حاجات غريبه وبتاع، لا انا عايزه ايه، عايز بلين للالستريتور عشان احركها على الافضل. فانا هاجي في الفلتر هنا اقول له فيكتور، انا عايزها فيكتور، هيطلع لي فيكتور بس. نجيب مثلا صوره الطياره اللي هي السوداء دي،
طبعا ايه ممكن تعمل داونلود ينزل كله، بس انا بفضل اعمل كده وانزل فايل الاي بي اس بس. طبعا عامل هنا كويك اكسس، هخش انا على طول في الماتيريال، ده فايده هو الفولدر بتاع الماتيريال، بنزل فيه الحاجات اللي انا محملها اللي هي اي بي اس بقى او ايا كان. انما لما بفصلها بحطها في فايل الستريتور، فكده انا عارف ده نازل جاهز من على النت، انما التاني انا مظبطه وملونه ومسمي اللايرات ومجهزه للافتر. ادي معانا في الماتيريال طياره، افتح الستريتور وادخلها عشان افصل اللايرات سريعا. نيو فايل، احنا اتعودنا بقى فوق هنا في فيلم اند فيديو، ومنها بختار الايه المقاس ده 1000. اما بضغط هنا ده بريست جاهز على طول ايه، واختار عدد الارت بورد اللي عايزه، هي ارت بورد واحده، واقول له كرييت. ويفضل برضه اسميها من هنا عشان لما سيف يبقى اعمل على طول طياره. قبل ما اعمل اي حاجه كنترول اس عشان لسه الفايل ما اتحفظش، في فيديو واحد في الستريتور مش في الماتيريال، وايه وسيف، وما انساش ان انا اخليها ليجاسي الستريتور سي ما بين القوسين ليجاسي. حافظ ابدا احط بقى في شغل بقى وسيف اول باول. انا عايز بس الطياره دي لوحدها، فايه احددها كده مثلا ايه، خليها واقفه كده بس، مش عايز اكتر يعني في الايه في الليارات على الفاضي. خش على المهم على طول، كنترول اس كده انا تمام. اهو ده اخر حاجه احنا كنا شغالين عليها، فيديو واحد ده. هاجي هنا دبل كليك واقوم جايب مين طياره من امبورت از، اخليها الريتين لاير سايزز ديت، واتاكد ان ده كله مش متفعل، واعمل امبورت. هتدخل عندي الكومبوزيشن والفايل، الفايل على الملفات والكومبوزيشن على المشاهد. فانا كده ايه لو قفلت كله الدنيا رايقه، فتحت المشاهد دي كومبوزيشن بس، وفتحت ديت ملفات بس. لو في نوع تاني من الملفات بعمل لها فايل برضو، عشان ايه ده لو كله فوق بعضه كده وشويه حلوين انت هتوه، كل ما تيجي تفتح حاجه تضيع وقت. فانا هقفل الحاجات دي كلها. ادي طياره، طبعا ليه مش باينه؟ عشان الخلفيه ايه سودة، فانا ممكن اعمل اي حاجه في الوسط كده. هنيجي نعمل لها تحريك بسيط جدا، هو الانكر بوينت في النص كده باي ديفولت، فانا مش هلعب فيها، ضغطت بيه عشان فتحت البوزيشن. انا عايزها في الاول تدخل تبقى الاول مشهد فاضي، تخش يعني تخش تلف لفه وتتكل على الله. انا هاجي كده في الروتيشن مثلا نخليها 90، بصت ناحيه اليمين كده، ممكن اصغرها شويه عادي. لو عملت كده ايه باظت، انا بضغط شيفت عشان ايه وانا بكبر واصغر. طبعا لما بعمل كده بيغير في السكيل، او ممكن اجيب السكيل واسيب واكتب ايه 50 تبقى نص او 60 عشان تبقى باينه شويه. طيب هاجي بقى ايه، طبعا قبل اي حاجه كنترول اس، دي هتبقى بره خالص كده، هتدخل من تحت على الشمال وهتطلع من فوق على اليمين، وهتخش تعمل ايه حركه في الجو كده. فانا هجيب ادي بي، هعمل بي هنا، بعد ثانيه وليكن هتيجي هتخش تطلع هنا. انا مش عايزها تدخل ايه على خط كده، انا عايزها تخش ايه كيرف. هبدا اجيب بقى البين تول، انتوا كده عارفين البين تول؟ البين تول بيتحكم في الخط المسار الحركه ده بالظبط كانك بترسم لاين عادي في الاستريتور. تيجي هنا وتقوم بس ساحب دي كده، فكده لما تيجي تخش بص داخله ازاي على الكيرف ده كده. فانا برسم بقى ايه مسار الحركه اللي انا عاوزه، او وابدا اعدل عادي، او داني هجيبه كده واجيب الفي عشان امسك دي ايه وابدا اظبط بقى. هاجي كمان ثانيه واقوم جايب دي كده، بس ايه عايزه تتظبط لازم دي تيجي هنا، انتوا معايا ولا ايه؟ وهاجي عند ديت لو عايز اسحب هاندل هجيب البين تول، الاختصار بتاعها جي اهوت كده، تعمل زي ايه عشان يبقى الحركه ماشيه على كيرف كده يعني. واجي بعدها بثانيه واقوم منزلها مثلا تحت هنا كده، حلوه قوي هنا كده، وابدا احدد دي برضو ايه واعدل فيها كده، وابدا بعد كده بعد ايه يبقى كده بعد عند الثانيه الرابعه تكون خرجت بره الشاشه، تخرج مثلا من هنا. دي عايز اعدلها هجيب البين تول واضغط ضغطه، واضغط كمان ضغطه، هلاقي عمل لي هاندل جديده. هقوم ماسك بالسلكشن الهاندل دي وايه بحكم عشان يبقى كيرف، ما يبقاش خط جايب زاويه حتى كده، عشان دي بتحصل كتير. بجيب البين تول واضغط، شال لي اصلا ان في كيرفين، ضغطه كمان هيديني 2 هاندل، ابدا اتحكم من جديد. ده ابسط طرق يعني، مش دي الطريقه الوحيده. فهي كده ايه طلعت بره الشاشه في المرحله دي. ابدا اتفرج. انا طبعا حاطط تايمنج كده ايه يعني المسافه ما بين كل نقطه والثانيه ثانيه. انا بحط اي حاجه في الاول على ما بس ارسم المسار بتاعي، وبعدين هبدا اعدل الكي فريم بقى واضيق واوسع على حسب السرعه. فانا هشغل طياره دخلت كده لفت ايه اتكلت على الله كده. لو تلاحظوا في الحته الاخيره بطيئه قوي، فممكن ايه اقرب ده شويه. انتوا معايا؟ وممكن بالنظر من غير ما اقعد اتفرج اظبطها ازاي بقى. انا شايف المسافه ما بين النقط هنا اهي، شايفين المسافه ما بين النقط اللي هنا دي؟ دي المسافات هنا تقريبا ايه زي ما انا شايفها كده، دي اوسع من هنا، فمعنى كده ان ديت ابطا من دي. فانا لو خليت النقط كلها بالنظر كده، قعدت احرك بالنظر اخلي النقط قد بعضها تقريبا، هيبقى السرعه ثابته. ده لو انا عايز السرعه كلها تبقى قد بعضها يعني. فانا هبدا اهي امسك دي كده، انتوا واخدين بالكم النقط بيحصل لها ايه بتكتر في حته وتوسع في حته، فانا بحاول اوزن بس ما بينهم. ادي لا قلل كده الخط من النقطه الاولى لحد النقطه اللي هنا دي كده قد دي تقريبا، بس دي ضيقه. ايه اللي هيتحكم في دي؟ اللي بعدها
ان دي تيجي كده، بحاول اخليها زي اللي قبلها. طيب دي برضو ضيقه، هبدا ان انا ايه اجيبها كده، فتقريبا هي كده مش هتبقى في حته اسرع من حته، تبقى تقريبا كله زي بعض. هي فوق بقى سرعت بس شويه فوق، انا فرحان مبسوط كده. هو في طياره بتمشي كده، ففي خاصيه حلوه بقى، باجي كليك يمين على اللاير، وباجي فوق في الترانسفورم، وبنزل تحت خالص عند اوتو اورينت، وبخلي الاوف ديت اورينت الونج باث، واتك اوكي. يعني بص كده الطياره هتعمل ايه، هتقوم طلع ايه، بقت عارفه اتجاهها ماشي ازاي. كليك يمين على اللاير بتاعت الطياره، من ترانسفورم بختار اخر حاجه اللي هي اوتو اورينت، والاوف ديت اخليها ايه، خليها الاختيار الثاني ده اللي هي تبقى اورينت، يعني ان هي تمشي لما المسار يتغير تمشي في الاتجاه بتاعه. انا مفيش روتيشن، انا كل ده شغال بوزيشن بس بتحكم في المسار بتاع البوزيشن عادي بالبين تول وبالسلكشن العادي، كانه هو خط بشد الهاندل والعب فيه براحتي، ارسمه زي ما انا عايز، احدد الحركه تمشي فيه. فهي الطياره هتدخل كده وتلف ايه، تطلع من الناحيه الثانيه. في حركه حلوه بقى، هي لسه هنشرحها في انواع الكي فريم، بس خلينا نقولها سريعا. يعني انا عايز الحركه تبقى سلسه شويه. انا دلوقتي المسار اللي انا رسمه ده يهمني فيه اهم النقطتين اللي هون، اللي في الاول واللي في الاخر. اللي في النص ده انا اعملهم عشان عايز اعملهم، ولا اعملهم عشان ارسم الخط؟ عشان ارسم الخط. فبالنسبه لي هم مش عايزهم ياثروا على السرعه والحركه، فباجي على كل الكفرمات اللي في النص، مش بجيب اللي في الاول وفي الاخر، اللي في النص الثلاثه دول، كليك يمين واعمل لهم روف. في حاجه اسمها روف اكروس تايم. لما اضغط كده، يعني بص انا هوريك حاجه كده، بص تعالى كده ندخل دي خالص. شفت دي بقت واسعه قد ايه ودي ضيقه قد ايه؟ هجيبهم كده. طب انت واخد بالك لو عملتهم روف بص اللي هيحصل، قسم النقط كده كله قد بعضه بالظبط، كده كانك بالظبط عامل نقطه في الاول ونقطه في الاخر، واللي بينهم دي مش يعني مجرد نقط للرسم مش للكي فريم ولا للحركه. حتى هتلاقي ان النقط بقت عامله ازاي، لونها شكلها مدور كده. ده النوع ده من الكي فريم، لسه هناخد انواع الكي فريم، بس النوع ده اسمه روف كي فريم. والنوع العادي بتاعنا الطبيعي ده اسمه لينير كي فريم، النوع الخط العادي. فانا لو شغلت كده السرعه حرفيا ثابته لحد من اول نقطه لاخر نقطه. ابدا امسك الاولى والاخيره بقى واضغط اف 9 انتوا معايا. فانا عملت اف 9 على الايه، المسار كله، مش على مش ما بين كل نقطه والثانيه، لان عملت اف 9 على كل الكيفرمات، عند كل نقطه هتقف. اف 9 دي بتعمل ايه باختصار، بتخلي عند الكيفرمات اللي انا عملتها اف 9 كده بقت ايز، لسه ما شرحناهاش، المهم يعرفوا ان هي بتعمل ايه وخلاص. بتخلي الحركه سلسه، ان هي بتبدا بطيئه وبعدين تبقى سريعه في النص وبعدين تبقى بطيئه تاني في الاخر. اعمل هنا الان، الاختصار بتاع ان اللي بيجيب نهايه الحركه هنا اهو، بص كده. طب انا لو عايز اغير لون الطياره دي، انا مش عايزها سودا، يعني انا اكتشفت فجاه كده بعد ما حركته وخلصت عايزها لون تاني، وهي لاير اسريتور. هنعمل اللي احنا اتفقنا عليه بقى، كليك يمين، كرييت شيبز فروم فيكتور. دي ممكن احولها فيكتور وابدا يبقى الفيكتور الشيب لاير، قصدي الفيكتور يبقى شيب، والشيب ابدا اغير بقى في الفيل بتاعه واقعد. بس في حاجه احسن من كده، لو انت مجرد بس تعديل في اساسي في الاستريتور وخلاص، بتيجي تقف على اللاير واختصار اسمه كنترول اي. كنترول اي شوف هيعمل ايه، هيروح يدور على اللاير دي في اني فايل ويفتحه ويروح يحدد اللاير جوه البتاع، يعني الفايل ده هو اللي انا حافظه. هاجي دي بقى واغير اللون بتاعها مثلا من الاستريتور، وليكن نخليها لونها ابيض. خلي دي كده عشان نبقى شايفينها اعمل كده، ايه لونها ابيض اهي. انت لو رحت على الافتر مفيش حاجه اتغيرت. لو رحت الاستريتور تاني وعملت كنترول اس، مجرد بس ما احفظ اللينك اللي ما بينهم بقى يعمل ايه، هيقوم عامل بس في اختصار حلو بتاع كنترول اي ده. انا هعمل كنترول دي، احنا قلنا كنترول دي بيعمل نسخه، فلو انا جيت هنا بعد 12 فريم او بعد ثانيه وجيت سحبته وجبته هنا كده، وكمان كنترول دي وجيت بعد ثانيه جبته هنا كده. انا ممكن اعمل كده ازاي بالاختصارات، ان انا كنترول دي واقف هنا واتك جيم. فاكرينها دي ولا نسيتوها؟ انا مش عايزهم يخبطوا في بعض، عايز دي تطلع وتلف وتكون دي لسه ما جاتش، فهي دي لما نزلت هي دي الاولى، دي الاولى رقم واحد. دي عايزها لما تنزل كده تكون دي لسه ما جاتش، فدي هاخرها عنها شويه فتكون اهي معايا ما خبطتش فيها. نفس الكلام في دي عشان ما تخبطش فيها، بس برضه دي تبقى وراها كده، فكده مش هيخبطوا في بعض. اهي بص كده